يا أهلًا، أهلًا. تعالوا نتكلم في الفيديو ده على تصميم أهم عنصر من عناصر الinteractive component وهو الbuttons أو الأزرار. تعالوا كده هنبدأ سريعًا مع بعض إن إحنا نشوف كده أهم الأنواع. أول حاجة أنا بيكون عندي في الأزرار حاجة اسمها الprimary button وهو الbutton أو الزرار الأساسي. بعد كده بيكون عندي الghost button أو الsecondary button ده بيكون الزرار المساعد في الواجهة. يعني لو عندي مثلًا قايمة معيّنة فيها زرار للsubmit فالsubmit ده بيكون الprimary button، وعندي الsecondary button بيكون اللي هو زرار مثلًا الcancel أو الclose. عندي الelevated button ده الزرار أو الbutton اللي بيبتدي إن هو مرتفع عن السطح أو بمعنى أصح واخد shadow فبيدّي لك إحساس إن هو مرتفع عن بقية العناصر المحيطة. بعد كده البوتون رقم 4 وهو الفلوتنج اكشن بوتون، وهو الزرار اللي بيكون عايم بمعنى أصح على الواجهة. يعني مثلا طول ما انت بتبتدي ان انت تسكرول في الواجهة، الزرار اللي بيكون في احدى الجوانب وبيكون ثابت اثناء عملية السكرول بيكون ان هو اسمه فلوتنج اكشن بوتون. وعندي طبعا الايكون بوتون وهي الايقونة اللي بتبتدي تشكل ان هي كأنها زرار، يعني كأنها انتراكتيف. يعني ساعات مثلا تلاقي ايقونة مكتوب عليها او من غير حتى كتابة محطوط فيها او زرار محطوط فيه ايكون، ومثلا الزرار ده فيه علامة البلس، فانت بيبتدي يكون عندك ادراك ان هو ده هيعمل اكشن الاضافة. ومش هنروح بعيد لو بصينا في الواجهة حاليا الخاصة بفيجما، فالحاجات اللي تحت دي او الايكونز اللي تحت دي هي مش ايكون فقط بتديك معلومة، لا انا لو اتكيت عليها هي هتعمل اكشن معين، ولو اتكيت على الايقونه دي هي هتعمل اكشن معين، فدي كده بتنسدل تحت الايكون بوتون. عندي السوشيال ميديا النوع السادس السوشيال ميديا بوتون، ودي الزراير اللي بتكون اثناء ما انا بعمل ساين ان او الساين اب. ساعات كده تلاقيهم ان هم حاطين لك ايقونات جوجل او فيسبوك او اكس او ايا كان الاداه اللي انت او الطريقه اللي انت بتخش بيها، فدي بيطلق عليها السوشيال ميديا بوتون. وعندي البوتون جروب وهي مجموعه البوتونز اللي بتكون بجانب بعض، وبتبتدي ان انت من خلالها تعمل اكشنز معينة، او بتبتدي ان انت تتوجلز ما بين فيو والاخر. تعالوا مع بعض كده نبتدي بقى واحدة واحدة في ان احنا نصمم اهم عنصر ينسدل تحت الانتراكتيف كومبوننت وهو البوتون. وطبعا باكد على ضرورة ان انت تكون عارف اساسيات فيجما، وكمان عارف الاوتو لاي اوت، لان هو اللي هنبتدي ان احنا نشتغل بيه الفيديوهات القادمة. يلا بينا نبدأ مع بعض في إن إحنا نصمم بعض البوتونز بأنواعها المختلفة، ونشوفوا أفضل الطرق والميثود بمعنى صح اللي إحنا نقدر إن إحنا نصمم بيها الأزرار. اول حاجه انا بجيب اداه الفريم، وطبعا انتوا عارفين اهميه اداه الفريم. يعني انا لو هعمل بوتون او ايا كان الشيء فانا بلجأ دايما لاداه الفريم. واوعى طبعا ان انت تلجأ لاداه الشيب عشان تتمتع بيه ان انت تقدر تتحكم داخليا بداخل الزرار او المكون. فضروري ان انت تروح تكريت الزرار بالفريم. قدامي اكتر من طريقة، تعالوا كده نبتدي واحدة واحدة ونشوفوا ازاي بنبتدي ان احنا نكريت الازرار او البوتونز. اول حاجة بجيب اداة الفريم، بعد كده ببتدي ان انا اعمل الزرار، بعمله بالشكل ده. طبعا ما بعملهوش كده واسيبه وخلاص، لا انا بيكون ليا شوية حاجات لازم ان انا اخد بالي منها، زي ان انا لازم اخد بالي من ارتفاع الزرار، وكمان ابتدي ان انا احدد العرض الخاص بالزرار، سواء ان انا عارف العرض قد ايه او وفقا لمعايير تانية زي مدى بعد الزرار عن الحواف، او بمعنى اصح الحافة الايمن والحافة اليسرى. طيب، بعد كده هنبتدي ان احنا بعد ما بنعمل الاطار الخاص بالبوتون هبتدي ان انا احدد الارتفاع بتاعه. طبعا لو انا عايز اعمل زرار متوسط فبيكون الارتفاع الخاص بيه 44 او 48. تعالى كده نبتدي واحده واحده، هكتب لك كده المقاسات. يبقى انا دلوقتي لو عايز اعمل زرار متوسط، يا اما ان انا بعمل الارتفاع بتاعه يا اما 48، يا اما ان انا بعمله ال 44، يا اما ال 48. طيب،
لو أنا عايز أعمل زرار يكاد يكون إن هو خلاص باين إن هو كبير شوية، فبابتدي إن أنا أعمله 52 أو إن أنا أعمله 56. طبعًا في الويب أكيد بيكون في مقاسات أعلى بكتير، ولكن دلوقتي خلّينا نتطرق إن إحنا نعمل مقاسات زراير خاصة بمنطقة الموبايل أكتر. وخلّيني برضه أأكد إن الأزرار اللي أنت بتستخدمها في الموبايل، أو بمعنى أصح الأحجام اللي أنت بتستخدمها في الموبايل، ينفع عادي إن أنت تستخدمها في الويب سايت. طيب نرجع كده للزرار إن إحنا بنكريته. طيب بعد ما هاكون إن أنا عملت الframe بتاعي، هاعمل أهو الframe تاني اللي هيبتدي يمثل الزرار بالنسبة لي، وهابتدي إن أنا أدّي له لون. هادّي له أي لون، طول ما أنا باتدرّب ابتدي إن أنت ادّي كده أي لون للزرار بتاعك. باجي عند الfill باعمل إضافة جديدة، بعد كده باحدد لون الزرار اللي أنا ممكن أكون إن أنا عايزه، وليكن مثلًا اللون ده. بعد كده باحدد الارتفاع، أنا مثلًا عايز زرار متوسط، وطبعًا بيبقى في مبدأ الconsistency، يعني طول ما أنت لو ثبّتت زرار معيّن حاول قدر الإمكان تستخدم نفس الارتفاع الخاص بيه في السياقات المتشابهة. هاجي هنا هابتدي إن أنا أحدد ارتفاع اللي هو ال48، وطبعًا هنا هاشيل أي فريم زيادة، هاشيل أهو الفريم ده كان زيادة كنا عاملينه من الأول. بعد كده حددت أهو الارتفاع 48 ده كده اللي أنا استخدمته. بعد كده هابتدي إن أنا أشوف مدى بُعد الزرار ده عن الحافة اليمنى واليسرى، لأن هي اللي هتبتدي إن هي تشكل الwidth الخاص بالزرار. فأنا بابتدي إن أنا أقرّب كده، وليكن مثلًا سِبت من هنا 16، فهاروح من الناحية التانية أسيب زي ما سِبت هناك، فبابتدي إن أنا برضه أسيب 16، فبيطلع لي بالشكل ده إن الwidth بتاع الزرار 343، ولكن ده برّه إرادتي. يعني أنا أكيد ما كنتش قاصد إن هو يكون ال343، ولكن أنا عشان حطيت مبادئ فرد خاصة بالبوتون ده، وهي إن هو هيتمدد لحد ما يبتدي إن هو يسيب من هنا 16 ومن هنا 16. بعد كده خلاص بابتدي إن أنا أجيب الكلمة اللي هتكون في وسط الزرار ده. باجيب أداة الكتابة، باخش بداخل الزرار باتَّك تَكة واحدة، وليكن مثلًا باكتب كلمة sign in. بعد كده بابتدي إن أنا أحدد الكتابة بتاعتي، وبابتدي طبعًا إن أنا أصغّرها وفقًا لرقم معيّن. فأنا الكتابة بداخل الأزرار بتبتدي إنها تتدرج من ال14 لحد ال18. فأنا دلوقتي قولوا إن إحنا هناخد مثلًا ال16، فهابتدي إن أنا أجيبها في المنتصف، أجيبها في المنتصف على المستوى الأفقي والرأسي بالشكل ده، وأتأكد إن بداية الكتابة دايمًا من المنتصف، عشان لو غيّرت الكلمة دي أيًا كانت لكلمة أخرى فما يعملّيش مشكلة في المسافات اليمين والشمال. فدايمًا أنا عايز بداية الكلمة إن هي تكون في الcenter بالشكل ده. فضروري إن أنا بعد ما باجيب الكلمة، بأكد تاني أهو، بعد ما باجيب الكلمة في الcenter على المستوى الأفقي والرأسي، ضروري إن أنا آجي في أداة الtypography وأخلّي منطلق بداية الكلمة إن هي دايمًا تبتدي align to center، بحيث إن أنا لو غيّرت الكلمة لأيًا كانت الكلمة اللي هيتغيّر ليها، زي مثلًا أوكي، زي مثلًا submit، أو أيًا كانت الكلمة، فضروري خلاص ما بقيتش إن أنا مضطر إن أنا أقيس المسافات يمين وشمال، لإن أنا بقيت ضامن إن هي ككتلة كاملة في الcenter، وكمان بداية الكلمة دايمًا من الcenter، فدايمًا بتبتدي إن الكلمة دي توازن نفسها إن هي في center الframe اللي بداخل منه. وكمان عشان أحافظ على إن أنا باكتب أول حرف capital من الكتابة بداخل الأزرار. وطبعًا دي بتبقى مشكلة بتواجه الناس اللي بتصمم لأول مرة، في إن هم على طول بينسوا وبيبتدوا إن هم يكتبوا أول حرف small، وبيبتدوا إن هم ينسوه، أو بيبتدي إن هو يتغير معاهم من بوتون للتاني بالغلط أو معامل السرعة. فعشان تضبط كلمة أو حاجة زي دي، بابتدي إن أنا آجي عند الكلمة، بعد كده باجي في الtypography، باجي عند الsetting، بعد كده باتأكد إن أنا مختار الاختيار اللي هو الtitle case ده، اللي هو أول حرف capital بالشكل ده. فأيًا كان الكلمة اللي أنا هاكتبها هيبتدي إن هو من تلقاء نفسه إن هو يجيبها لي دايمًا إن هي capital. طيب بعد كده أنا خلاص كده عملت الزرار ده. طبعًا ممكن يكون في أكتر من شكل، يعني تعالوا كده ناخد ده كده الشكل الأول للأزرار اللي هو الحافة الحادة اللي بالشكل ده. طبعًا ممكن يكون عندي نوع تاني من الأزرار هاخد برضه منه كده copy، إن هو يكون
كورنر راديوس كده شوية، أو إن هو يكون ملتف كده شوية من على الحواف، أو إن هو يكون باين إن هو نص دايرة. فببتدي أجي عند الكورنر راديوس من هنا، وببتدي إن أنا أزود الرقم ده لأي رقم عالي بحيث إن هو يديني الالتفاف بالشكل ده. وطبعا ممكن أبتدي إن أنا لو عايزه إن هو أوتلايند، ممكن ابتدي ان انا اخد نوع اهو منهم، وابتدي ان انا اعكس الفيل ستروك والستروك فيل. يعني ممكن بشورت كات على طول اعمل شيفت اكس، فهيبتدي ان هو هيشيل الفيل وهيحطه في الستروك. وطبعا ممكن ابتدي برضه ان انا اغير لون الكلمه للون الاساسي بتاعي بالشكل ده، عشان لو اتحطت برضه على باك جراوند بيضاء او حاجه. فدوت طبعا اكيد هيمثل لو الاتنين دول جم مع بعض، فاكيد طبعا ده هيمثل ان هو البرايمري بوتون، وان ده كده السكندري بوتون. وطبعا الانواع دي اتكلمنا عليها في المقدمه الخاصه بانواع البوتونز المختلفه. تعالى برضو كده مع بعض نبتدي ان احنا نرتب كده الحاجة بتاعتنا. يبقى احنا دلوقتي عملنا 3 انواع من البرايمري بأداة الفريم. وطبعا قلنا ان المقاس الخاص بالبوتونز دي ان انا الارتفاع عامله 48، ولكن ممكن ان انا اعمله 52 و56 ايا كان الحجم اللي انا عايز اعمله. فدي كده بتكون مقاسات الزراير بتاعتي، دول كده المتوسطين ودول كده الازرار الكبيره. خليك برضو او بنوت كده جنبك ابتدي ان انت احفظ الارقام دي. وطبعا لو انت عايز المقاسات الصغيره للازرار، فانا ببتدي ان انا اعملها ل 32 او ان انا بوصل لل 36. دي كده العناصر او البوتونز الصغيره. يبقى انا دلوقتي لو انا عايز اعمل بوتونز الصغيره، فانا بيكون عندي المجموعه دي. عايز اعمل بوتونز متوسطه، بيكون عندي المجموعة دي والمجموعة دي. طبعا في الساين ان والساين اب والشاشات اللي في الاول طبعا مش هتفرق معاك، سواء ان انت استخدمت الارقام دي زي ما احنا استخدمناها، او ان احنا نستخدم عادي الارقام دي. كده كده انت لو لاحظت ان نهاية العيلة دي هي تكاد تكون تقترب لبداية العيلة اللي بعديها، فما تكونش ان انت شايل هم انت هتستخدم 48 ولا 52. انا ايا كان الحجم اللي انا ببتدي ان انا استخدمه، ولكن خلاص بقى بثبته في الديزاين سيستم ان لو عندي سكرينه معينه ساين ان او ساين اب بستخدم خلاص فيها الزرار ده. فاحنا دلوقتي خلاص عملنا مجموعه الازرار دي اللي هي البرايمري بوتونز بالانواع بتاعتها المختلفه. وطبعا ده كده السكندري بوتون، وبالمثل ان انت ممكن تعمله لباقي الايه العناصر اللي احنا اتكلمنا فيها مع بعض. طيب وده طبعا الويتس بتاعه زي ما اتفقنا انا ماليش سيطرة عليه. الويتس بتاعه بتاع الزراير دي اللي طلعهولي هو مدى ان انا سبت من هنا 16 ومن هنا 16. طيب هل ممكن يكون في حاجة تانية بتحدد الويتس بتاع الازرار؟ اه طبعا. يعني احنا مثلا تعالوا كده نبعد البانر ده، وتعالوا كده نكوبي السكرينة دي، وهبتدي اقول لك برضو ان ازاي ممكن يكون في حاجة تانية تبتدي ان هي تحدد الويتس بتاع الاسرار. انا ساعات بيكون عندي مثلا سكرينة اونبوردنج او ايا كان السكرينة وفيها زرارين. يعني مثلا بيكون هنا عندي تحت زرار النكست في السكرينة، بيبقى عندي مثلا زرار النكست وبيكون عندي زرار الباك. طيب ودول انا بحدد الويتس بقى بتاعهم ازاي؟ انا ممكن اصلا الجريد ذات نفسها هي او الكولوم ذات نفسها هي اللي تبتدي ان هي تحدد لي الويتس بتاع الازرار دي. يعني هقف على السكرينه بتاعتي وهبتدي اجي عند اللاي اوت جريد، اتكيت عليها اهي. تعالوا بس نفصلوها على الكبير ده، نفصلوها من هنا. نيجي هنا هبتدي ان انا اختار النوع اللي هو الكولوم. بعد كده هحدد ان انا مثلا عايزها 4 يمين وشمال. هبتدي ان انا اسيب 16 بالشكل ده، ونقوله مثلا هنا 24 الفرق ما بينهم. طيب هنا ببتدي برضو نفس اللي انا عملته. يعني انا بيبقى عندي ارتفاع اللي يهمني في الزراير، واكتب النصيحة دي او النوت دي. اللي يهمك في الزراير اكتر هو الارتفاع. فانا ببتدي انا اجيب الفريم، ببتدي ان انا احدد على المنطقة اللي هيكون عليها الزرار. هجري طبعا ان انا احدد الارتفاع هو اللي يهمني. هخليه وليكن ال 48 اللي احنا هو عارفينه من المقاسات بتاعتنا. هروح اديله اللون بتاعي وليكن مثلا ناخدوه نفس اللون السابق، واتاكد ان هو مفرود على العمودين بالشكل ده. واكون بالطريقه دي ان انا خلاص خلصت الزرار بتاعي. طيب
فالخلاصة إن أنا حددت الزرار ده الwidth بتاعه اللي هو ال160 ده أنا أصلًا ما كنتش عارفه، هو نتج بناءً على إن أنا حطيت قاعدة في إن أنا عايز إن الزرار ده يحتل 2 column يعني عمودين. بعد كده باجيب أداة الكتابة تمام، وبابتدي إن أنا أكتب وليكن مثلًا كلمة مثلًا back أهو، وطبعًا هابتدي إن أنا كلمة back احفظ كده اللي هي شوية تظبيطات، هاجري هنا هابتدي إن أنا أتأكد إن هي في الcenter بالشكل ده، أحطها الأول جوه الframe، أتأكد إن هي في الcenter ككتلة كاملة، أتأكد في typography إن هي center، أتأكد لو أنا عايز أول حرف دايمًا capital أبتدي إن أنا آجي هنا وأتأكد إن الحرف ده capital. بعد كده هاخد منه copy وأنا داخل ضاغط على الshift عشان الاستقامة، وهاجيبه هنا بالشكل ده. لحد ما اتأكد إن هو احتل العمودين بالطريقة دي، وبعد كده باجي هنا باتك أو باكتب على طول طبعًا كلمة next، فبمجرد إن أنا أصلًا غيّرت الكلمة ما باشغلش بالي أصلًا أنا سايب هنا كام وهنا كام، هي خلاص دي هتبقى next هنا دي هتبقى next ودي back، ولكن ده كده primary وده secondary. هاجي هنا هابتدي إن أنا أشيل الfill أهو، وأحط بداله stroke واغير لون الاستروك خليه نفس اللون ده او طبعا بالشورت كات اللي هو الشيفت اكس. بعد كده بجيب الكلمه الداخليه بروح ان انا اخليها نفس اللون ده، فبيكون عندي هنا زرار النكست والباك تمام، والويتس بتاعهم اتحدد وفقا ليه ان انا حطيت عرف معين ان كل زرار هيبتدي ان هو يحتل العمودين. وهطلع كده فوق هعمل فصل مؤقت للكولوم او جريد بتاعتي، فهلاقي ان الازرار خلصت معايا بالشكل ده. وطبعا بعد ما بتخلصهم ممكن الاتنين مع بعض بتعملهم اوتو لاي اوت مع بعض، بحيث ان انت لو عايز تبدل حاجه مكان التانيه الى اخره فبيكونوا هما الاتنين فليكسبل مع بعض في نفس الاريا. وطبعا ممكن تبتدي ان انت تغير بقى انواع الازرار، يعني ممكن اجي هنا اقول والله ان انا عايزه زرار اللي هو الراوندد بالشكل ده، وبالمثل طالما ان انت حطيت برايمري بوتون راوندد بالشكل ده فانا ضروري ان انا اجي عند التاني وابتدي برضو اعمله راوندد نفس البوتون ده، بحيث ان يكون في كونسيستنسي في التصميم. وزي ما عرفنا ازاي ان احنا نكريت بوتون بيحتوي على كلمة داخلية، تعالوا دلوقتي ان احنا نجرب مع بعض ازاي نعمل بوتون يحتوي على كلمة وايقونة. فانا دلوقتي لو بالمثل ان انا عايز ان زرار السبميت ده هبتدي ان انا احط مثلا هنا جنبه ايقونة السهم، فهروح كده اجيب ايا كانت الايقونة اللي انا هجيبها، هروح مثلا جبت ايقونة السهم ده من ايا كان المصدر، ممكن يكون في كت معينة او ممكن في موقع اسمه ايكون فايندر تقدر ان انت من خلاله ان انت تدور على اي ايقونة وتبتدي ان انت تجيبها وتشتغل عليها. وخليني برضو دلوقتي ان انا اعرض قدامك موقع ايكون فايندر بحيث ان انت لو حابب ان انت تلجأ ليه وتجيب اي ايقونة انت محتاجها. ده كده موقع ايكون فايندر بتقدر ان انت من خلاله تبتدي ان انت تكتب هنا تسيرش على ايا كانت الايكون اللي انت عايزها. زي مثلا نفترض لو انا عايز سهم فبكتب مثلا كلمة ارو وببتدي انا اسيرش عليها، وطبعا هنا بقى بيجيب لي كل الاسهم اللي انا ممكن اكون بستخدمها. طبعا ممكن اروح مثلا لواحدة فري زي مثلا دي، واكون ان انا حريص ان انا بحملها في صيغة ال SVG لأن ال SVG طبعًا هي بتبقى أكثر نقاءً، وباعمل لها داونلود فبتنزل عندي على الجهاز، وبابتدي إن أنا أسحبها أحطها على فيجما على طول، وأبتدي إن أنا أستخدمها. وطبعًا كُن حريص إن أنت أي أيقونة بتنزّلها لازم تبتدي إن أنت تحطها بداخل فريم، الفريم بيكون 24 في 24 والأيكون داخليًا بتكون في منتصف الفريم اللي أنت حددته، زي الأيكون اللي إحنا شايفينها مع بعض تحت دي اللي هي الصح دي تمام. الايكون الفريم بتاعها اهو 24 في 24 والايكون في النص، وشبه ان انا ببقى سايف من على الاطراف 2 او 1 بكسل او 3 بالكتير على جميع الاطراف على حسب طبعا نوع الايقونة او الدايمنشن الخاصة بالايقونة. بعد ما شفنا موقع ايكون فايندر مع بعض هنبتدي كده ان احنا نروح ناخد السهم ده. الاول هبتدي بس ان انا اشيل اللي اوت جريد اللي هي الجريد اللي محطوطه داخليا دي، هبتدي بس ان انا اشيلها. هاخد الايقونه دي كوبي وهروح لمنطقه العملي الخاصه بينا، وهبتدي اجي بداخل الزرار وهبتدي ان انا احط الايقونه بتاعتي بالشكل ده.
وهابتدي إن أنا طبعًا هنا أعمل عملية موازنة، يعني ما ينفعش أسيب الأيقونة وأسيبها كده وأجري، لأ، أنا بيكون ليّا شوية حاجات لازم أبتدي إن أنا أعملها مع الأيقونة دي. زي إن أنا باشوف مدى البُعد ما بينها وما بين الكلمة ذات نفسها. فأنا بابتدي أمسك الكلمة وبامسك الأيقونة، الاتنين مع بعض باعملهم auto layout، وبابتدي إن أنا أرجع تاني أخلّيهم في الcenter بالشكل ده، فبالاقي نفسي إن أنا خلاص خلّصت الbutton بتاعي. طبعًا أكيد أنت ما بتسيبش مسافة كبيرة بالشكل ده، يعني أنت بتبتدي أصلًا من أول إن أنت بتسيب 8 تمام، يعني 8 دي أقل حاجة، بعد كده بتبتدي إن أنت تطلع بقى 12، بعد كده 16، بعد كده 20، بعد كده 24. ما أعتقدش إن أنت هتبقى عايز أكتر من كده، خلّينا ناخد كده الإيه، المتوسط وليكن مثلًا 12، وباتأكد إن هي في الcenter. وطبعًا دلوقتي بقى سهل جدًا إن أنا أغيّر أصلًا الicon الخاصة بالزرار ده، في إن أنا لو رُحت جِبت أي icon تانية وليكن مثلًا الأيقونة دي، باخدها control C وباروح على طول على الauto layout اللي إحنا عملناه الداخلي ده، وعلى طول باعمل control V وبامسح القديمة، فبالاقي الجديدة دخلت على طول. فده فايدة إن أنت الحاجات اللي أنت نسّقتها مع بعض بهيئة معيّنة، ضروري إن أنت تكون إن أنت عاملها مع بعض كauto layout. أنا دلوقتي هادخّل خلاص الicon دي مكان دي، على طول باحطها جوّه، وطبعًا بيبقى في shortcut إن أنت تreplace على طول، ولكن خلّينا إن إحنا ماشيين واحدة، واحدة كده مع بعض في إن إحنا نعمل أهم الأشياء. وهاشيل القديمة دي، فبالاقي خلاص إن الزرار ابتدى إن هو يتطوّع في إن هو حاطط لي أيقونة جنبيها كلمة ومدى بُعد معيّن، فأنا ما بقيتش خلاص قلقان على المسافات بتاعتي. بعد ما اتكلمنا على إن إحنا إزاي نعمل الأزرار بالframe، يعني خلّينا كده إن إحنا نقول إن دي كده الطريقة رقم 1، إن إحنا إزاي نعمل الأزرار الframe. تعالَ دلوقتي إن إحنا طبعًا أعرّفك الطريقة الأفضل، وإن هي تعملها من خلال الauto layout على طول من غير الframe. طبعًا يعني أنت أيًا كان الطريقة اللي أنت حابب إن أنت تستخدمها، ولكن تعالَ كده أقول لك إزاي إن أنت هتعملها أو هتعمل الأزرار بالauto layout. أنا بابتدي إن أنا أبتدي من أصل الشيء داخليًا، يعني لو أنا هاعمل بالauto layout بابتدي أجيب على طول أداة الكتابة، وباشوف إيه الحاجة اللي بداخل الزرار وهي الكلمة، فبابتدي على طول إن أنا مثلًا أكتب أهو كلمة sign in بالشكل ده، تمام، أو إن أنا أكتب كلمة next بالشكل ده. وابتدي إن أنا برضه أحط التضبيطات بقى بتاعتي، أيًا كان بقى الحاجة اللي أنا عايزها. بعد كده آجي عند الكلمة دي وابتدي إن أنا أغلفها في frame ولكن من النوع auto layout. فهاقف هنا وهاعمل shift A عشان أعمل الauto layout. وخلّيني إن أنا أأكد تاني، لو أنت ما كنتش عارف الauto layout فارجع ذاكر الauto layout كويس جدًا عشان تبتدي إن أنت مستفاد من السلسلة اللي إحنا بنتكلم فيها حاليًا. فأنا كل اللي أنا عملته هنا، أنا كان عندي الكلمة أهي طبيعي، بعد كده عملت shift A عشان أعمل auto layout، فبالفعل ابتدى إن الauto layout غلّف لي الكلمة بإطار من النوع auto layout. بعد كده هاروح إن أنا أدّي له fill بالشكل ده أهو نفس اللون، وأبتدي بقى زي ما اتعلمنا كده في الauto layout إن هو التكنيك بتاع تمدد الauto layout حاليًا هو من النوع hug على الwidth وhug على الheight. فأنا هنا ما ينفعش إن أنا أخلّي إن الauto layout هو اللي يتحكم من تلقاء نفسه سواء في الwidth أو الheight، فأنا لازم بقى أكسر الrule بتاعته فيما يتوافق مع الوتيرة بتاعتي. فهاجي هنا على الheight بدل ما هو كان 36 من النوع hug، فأنا هابتدي أكتبه بقى بإيدي، هاجي هنا تَكّة 48 بالشكل ده. إذًا هو اتحول من ميكانيزم الhug للfixed. بالمثل الwidth، ولكن الwidth هنا أنا ممكن أكون باحدده لمعايير معينة أو وفقًا لتمدُّدات معيّنة زي اللي لسه واخدينها من شوية، الإطارات اللي أنا فتحتها أو مدى بُعد معيّن عن الحواف، فبيبتدي عندها إن هو هيبقى fixed. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا ممكن أبتدي إن أنا آخد الauto layout ده، تعالَ كده ناخد منه copy هنا، وأقول والله أنا هاسيب من على الشمال وليكن مثلًا
16 ومن على اليمين هنا هاسيب 16. فمجرد ان انا امسك الاوتو لاي اوت اللي هو الزرار ده وابتدي ان انا اسحب كده، فهو اوتوماتيك خلاص بيتحول ان هو بدل الهج بيبتدي ان هو يتحول ان هو فيكسد. وببتدي طبعا ان انا تشيك المسافات بتاعتي لحد ما يكون هنا 16 زي اللي هناك. وابتدي ان انا كده خلاص انا خليته ان هو فيكسد على مستوى الويتس ان هو 343 اللي هو اصلا بره ارادتي. تمام، هو اصلا اتشكل وفقا ان انا سبت من هنا 16 ومن هنا 16. والهايت اللي هو ال 48. فبقى عندي زرار تاني من النوع الاوتو لاي اوت، وبقى كمان افضل من اللي تحت منه. طيب هو افضل من اللي تحت منه كمان في ايه؟ بص كده، لو انا جريت جبت ايقونه وليكن مثلا الايقونه دي كنترول سي، فعلى طول مجرد ان انا اجي عند البوتون اللي من نوع اوتو لاي اوت واعمل كنترول في، هيحطها لي داخليا. وكمان هيقول لي اسلام انا سايب لك باي ديفولت هنا انا سايب لك 8. ولو رحت جبت ايقونه تانية، يعني مثلا وليكن مثلا الايقونه دي كنترول سي وحطيتها في نفس الاوتو لاي اوت بتاع الزرار ده، على طول هيبتدي برضو ان هو ايه، يرتبها لي ويقول لي اسلام انت عايزها فين، طب احطها لك شمال ولا يمين. على عكس ان انا لو حطيتها هنا، لو حطيتها هنا هو الفريم هو اللي بيبتلع، وهضطر ان انا ابتدي ان انا انظمها، الا اذا ان انا لو دخلت بداخل الاوتو لاي اوت ده داخليا، لو انا اصلا كنت ايه عاملها اصلا اوتو لاي اوت. فالافضل ان انت لما بتيجي تعمل زرار تعمله بالطريقه الخاصه بالاوتو لاي اوت، ان انت الاول بتفكر في الكلمه او الحشو بمعنى اصح الداخلي، وبتبتدي ان انت بقى تتحكم في انت عايز ويتس قد ايه او هايت قد ايه. تعالى كده نبدأ مع بعض إن إحنا نشوف خلصنا إيه وننظم شغلنا. إحنا في الانتراكتيف كومبوننت خلصنا كده خلاص البرايمري بوتون. البرايمري بوتون ده اللي هي الأزرار اللي إحنا عملناها مع بعض. وطبعا هنبتدي إن إحنا نهتم أكتر طبعا باللي إحنا عملناه أوتو لاي أوت. فخلينا كده إن إحنا نجيب ده كده في الشيت بتاعنا، وأتمنى إن أنت تعمل برضو شيت زي ده في إن أنت تحط كده عليه الحاجات اللي أنت خلصتها. فتعالى كده على سبيل المثال نبتدي احنا كده ايه نرتب الحاجة بتاعتنا وننظمها، بحيث ان احنا نكونوا ايه منظمين كل حاجة احنا خلصناها. ده كده خلاص البرايمري بوتون. تمام، وطبعا باشكاله المختلفة. يعني ممكن اجي برضو هنا اخد منه كوبي واقول والله هنا لو انا عايزه راوندد شوية بالشكل ده، خليت هنا راوند 8. وهنا ناخد برضو كوبي كده منه. ولو انا عايزه نص دايرة بكتر طبعا، اتأكد هنا ان انا هعمل رقم كبير عشان ما يبتديش ان هو ما يشكليش نص الدايرة. وطبعا ابتدي برضو ان انا اوازن المسافة كده ما بين العناصر، انظم كده المسافة ما بينهم بالشكل ده. وطبعا ممكن كمان احط نوع تاني ان هو البوتون الاولاني ده، ولكن مثلا من غير الايكون عشان يكون عندي كل الانواع الخاصة بالبوتونز اهي. وكمان ممكن وانا بنظم شغلي اعملهم كلهم اصلا مع بعض اوتو لاي اوت، بحيث ان لو ضفت اي حاجة جديدة للفاميلي دي تبتدي ان هي تيجي تحت منها. ده كده البرايمري بوتون. ويبقى اكد تاني حاول انت برضو تنظم شغلك ورايا بنفس الطريقة. وممكن نبتدي ان احنا نعمل شير للحاجات دي مع زمايلنا، او نبتدي ان احنا كمان نطوعهم في دروس بعد كده او كورسات بعد كده في ان احنا مثلا نحولها كومبوننت، او ان احنا نعمل الديزاين سيستم الخاص بينا. بعد كده عندي الجوست بوتون او السكندري بوتون، اللي هي البوتونز اللي بتكون شبه البرايمري اهي، ولكن هي بتكون ثانوية، يعني بتكون عاملة كده. يعني مثلا زي الباك. تمام، وابتدي برضو ان أنا اغير اللون بتاعها بالشكل ده. وطبعا في حاجة انت طبعا ممكن بدل النكست والحاجات دي كلها تبتدي ان انت تحط مثلا بوتون تايتل. يعني ممكن هنا اقول بوتون تايتل. تمام، او كلمة بوتون كنترول سي. بعد كده اجي هنا كنترول في كنترول في كنترول في، لان هو مش شرط ان هو يكون فقط هيشتغل في الديزاين بتاعك ان هو بيأدي اداة او ميكانيزم النكست، هو ممكن يعمل اد تو كارت او ايا كان. هنا نفس الكلام، هبتدي برضو اجي هنا كنترول شيفت في عشان يحط لي الكلمة على طول اهو بوتون تايتل. وبالمثل نفس اللي فوق، يعني ممكن امسك نفس اللي فوق وابتدي ان انا اعكسهم تحت هنا.
زي ما انتم شايفين هم هو نفس اللي فوق، انا فقط عكست الالوان. وطبعا السكندري بوتون ده يعني هو مش شرط ان هو يكون من النوع الجوست او اللي هو الاوتلايند بالشكل ده. هو ممكن يكون وليكن لون جراي او ايا كان. يعني تعالوا كده نفصل الجريد شويه عشان ما تاثرش على اللون. يعني مثلا ممكن يكون هو اصلا بلون مثلا جراي او ابيض، يعني ممكن اصلا يكون بالشكل ده. تمام، ويكون ان هو بمثابة السكندري بوتون بالشكل ده. تمام. فالسكندري بوتون ده معناه الخلاصة اللي هو اللون المساعد، يعني مش بنفس قوة البرايمري. يعني يوم ما الاقي ان في سكرينة ولنفترض مكتوب فيها هنا مثلا نيكست، فالأقل قوة منها هو الزرار اللي تحتيها اللي هو مثلا مكتوب عليه الباك أو الكنسل. تمام. فده كده اللي بيطلق عليه السكندري بوتون او البوتون المساعد للسياق. فلازم برضو اخد بالي من الحاجات دي كلها. وخلينا برضو ان احنا ايه نخلي الحاجة بتاعتنا كده في مكان واحد، بحيث ان احنا اي حاجة نشتغلها مع بعض ننظمها في نفس الشيت ده. وطبعا انا ممكن يكون عندي نوع برضو تاني من الازرار سواء مشتق من البرايمري او السكندري، وهو الديسيبلد. يعني بيكون شبه اللي احنا عملناه ده، ولكن بيكون هو فاتح قوي. تمام. يعني ممكن مثلا اجي على ده، وخلي بالكم برضو في بعض السياقات ممكن يكون ده بينوب عن ان هو disabled يعني غير فعال. ولكن خلينا ان احنا نشوفه الافضل. الافضل في ان انت تحاول قدر الامكان ان انت تفتح دي شويه، ولكن ما تعدمش رؤيتها. يعني انا فتحتها اهو، وما زلت ان انت شايف كلمه كانسل. تمام. ولكن ما ابتديتش ان انا افتحها زيادة عن اللزوم، ان انا اخليها ان هي تنعدم بالشكل ده، لان بيكون برضو في عامل اسمه الاكسسبيليتي. فانا بفتحها اهي، وبصوا كده الفرق ما بين اللي فوق هنا انت شايف الكانسل وكانها فعلا ان هي زرار شغال، لكن هنا هو هنا خلاص ديسيبلد. يعني طالما ان اللون ده بيقترب للون الباك جراوند، فخلاص دلوقتي يعتبر ان ده ايه مش اكتف. وهنا مثلا لو انا كتبت كلمة اد تو كارت، فانت هنا عرفت ان الاد تو كارت في اللحظه دي ان هي ديسيبلد. يعني انت لازم تحدد ايتم الاول عشان تبتدي ان انت تقدر ان انت تضيفه للكارت، او ايا كان الاكشن اللي انت عايزه ان هو يعمله عشان يتاكتف الزرار ده. زي مثال في بعض السكرينات ما بقدرش ان انا اعمل ساين اب غير لما بكمل بعض الداتا الاجباريه اللي موجوده في الفورم الاساسيه اللي انا بملى فيها الداتا. تعالى برضو كده نقرب الزرار ده كده شويه فوق. وبأكد تاني، اتمنى ان انت تكون بتنظم الحاجه بنفس الطريقه. انا بعلمك في الفيديوهات ان احنا ازاي نتعلم، وليس فقط ان احنا نتبنى المعلومه التكنيكال. يعني حاول كده برضو ان انت تنظم الحاجه في مكان واحد، بحيث ان ده يكون الريفرنس ليك، وان انت بعد كده ممكن تاخد منه كوبي او تفتكر الحاجه اللي احنا اشتغلنا عليها. بعد كده عندي النوع ده اللي هو الاليفيتد بوتون. ده معناها البوتون اللي بيدي لك احساس في ان هو مرتفع عن السطح. يعني ايه مرتفع عن السطح؟ يعني مثال لو ابتدينا ان احنا نجيبه الزرار ده، فانا ممكن البوتون ده ابتدي ان اديله شادو. تعالى كده مثلا هاجي عند الافكتات اهو بالشكل ده. فمجرد ان هو ادالك احساس الرفعه دي، فده كده يعتبر ان هو elevated بوتون. تمام. يعني لو انا اخدت كده كوبي وابتديت عند اللي تحتيه ده شلت الشادو، بص كده هتلاقي في فرق. هتلاقي ان في ده كده مرتفع عن السطح، وده كده اقل منه. فده كده معناها elevated بوتون. وطبعا هنا الشادو انت ممكن تعمله كمان وتديله لون. يعني ممكن اجي هنا عند اللون واخلي ان الشادو ده درجة من درجات البرايمري بالطريقة دي. وطبعا اجي هنا ابتدي برضه ان انا ايه اقلل الكثافة اللونية بتاعتي شوية، وليكن مثلا 24، وازود كده البلور. فده كده هتلاقيه برضو ايه elevated بوتون، ولكن من النوع ان هو واخد شادو كلر. فهتلاقيه فعلا باين ان هو كأنه طاير كده من على الوش. فده كده الاليفيتد بوتون. وطبعا بالمثل انت لو جبت اصلا سكندري معاه هيبان جدا كمان الفرق. يعني بص كده هتلاقي فعلا ان فيهم واحد تحس ان هو طاير كده على الوش، والتاني اقل منه في الاهميه. ولكن خليني برضو ان انا اكد تاني في الحته دي، لو الزرار ده ان هو خلاص واخد راوندد بالشكل ده، فضروري اجي برضو عند التاني اللي معاه واخليه من نفس السياق بالشكل ده. وابتدي برضو مع بعض كده اعملهم اوتو لاي اوت، واظبط كده المسافه ما بينهم. فده كده كان الاليفيتد بوتون.
تعالَ نعرف مع بعض إيه هو النوع الرابع وهو الfloating action button. خلّيني كده إن أنا أفتح معاك Pinterest ونبتدي إن إحنا نشوفه مع بعض. الfloating action button هو الbutton اللي بيكون بمعنى أصح في جنب الscreen بالشكل ده، سواء إن هو بيعمل action معيّن، أو إن هو بيطلّع مجموعة من العناصر منبثقة زي المثال اللي أنا واقف عليه بالسهم الحالي ده. وخلّيني برضه كده هاكبّر لك الscreen بحيث إن أنت تبتدي إن أنت تشوف الexample دي معايا. فالfloating action button هو الbutton اللي بيكون في جنب الscreen أهي. أنا فتحت Pinterest، مصطلح مثلًا مش عارفه أو حاجة مش عارفها، بتكتب اسمها بيبتدي إن هو على طول يطلّع لك الexample المختلفة للfloating action button، ويالّا بينا نبتدي إن إحنا نصممه مع بعض. طبعًا الfloating action button هو سهل جدًا في التصميم، يعني أنا بابتدي كل اللي أنا بابقى عايزه وليكن مثلًا هاعمل الأول الإطار، يعني هاجيب كده أداة الframe وبابتدي إن أنا أعمل نفس مقاس الزراير المعتادة اللي إحنا عارفينها. يعني أنت لو طلعت كده بالكواليس إحنا أهي عندنا الأزرار دي، ولكن هو عشان أساسي في السكرينة ولازم يلفت النظر، فطبعًا يعني أنا باعمل الwidth والheight بتاعه يا إما من عائلة التوسط يا إما من العائلة العلوية. تعالَ نبتدي مثلًا المرة دي وليكن نخلّيه 52 في 52، 52 في الwidth وفي الheight بالشكل ده. وبعد كده بابِك كده اللون اللي إحنا بنجرّب بيه. بعد كده بابتدي طبعًا هو ممكن يكون إن هو corner radius كده بالشكل ده، يا إما طبعًا الأكثر شهرة إن هو بيكون دايرة، يعني بيكون بابتدي إن أنا أحط هنا رقم عالي تمام، عشان يبتدي يدّيني إحساس الدايرة بالشكل ده. وبعد كده هنا بابتدي إن أنا أحط بقى الaction اللي أنا عايزه، وليكن مثلًا زرار الإضافة، زرار الmessage، زرار الsupport أيًا كان. يعني مثلًا لو رُحت أنا جِبت مثلًا icon كده مثلًا نجرّب بيها، وليكن الأيكون دي كنترول سي، واجي على طول على الريفرنس او منطقه العمل بتاعتنا وببتدي ان انا احط كنترول في. بعد كده ببتدي ان انا اجيبه كده في السنتر وبالمثل نفس الجزء ده. وبالمثل برضو بيكون اصلا يعني زي ما اتفقنا ده بيكون ان هو في واخد كورنر في السكرين بتاعتي. يعني لو بيكون بالشكل ده هاخده كده كنترول سي، السكرينة بتاعتي بتكون سكرينة طبيعية زي اللي احنا شايفينها دي، وليكن مثلا الهوم سكرين. وهو بيبتدي ان هو عايم على الوش بالشكل ده اهو. وببتدي مثلا اسيب مسافة معينة وليكن مثلا 24، ومن تحت طبعًا بابتدي إن أنا أشوف مدى بُعده عن البوتون بار اللي هيتحط هنا تمام. فبابتدي إن يكون ده بالنسبة لي ده كده كأنه الfloating action button، وطبعًا بمقاساته المختلفة. يعني ممكن آجي هنا أقول والله بدل 52 أنا عايزه ال56 في 56 بالشكل ده تمام. فبابتدي إن أنا أشوف المقاس اللي أنا عايزه أصلًا للfloating action button. فهو ده باختصار الfloating action button، إن هو بيكون فيه جنب الscreen طول ما أنا بابتدي إن أنا أسكرول وsearch برضه عليه في الPinterest عشان تبتدي إن أنت تشوف أمثلة مختلفة ليه، وباحط فقط الأيقونة في الcenter بالشكل اللي أنت شايفه حاليًا. نيجي عند النوع الخامس وهو الأيكون بوتون. المفاجأة إن الأيكون بوتون هو شبه الفلوتنج أكشن بوتون، ولكن مش شرط إن هو يكون بيحتل الكورنر اللي تحت من السكرينة. هو ممكن يبقى زي اللي احنا عاملينه ده وحتى نفس الأيقونة، هو ممكن يكون همبرجر منيو اللي بتكون في السكرينة من فوق، أو ممكن يكون مثلا نفترض أيقونة الباك اللي محطوطة في مثلا التوب بار اللي فوق. يعني مثلا أنا لو بعمل سكرينة معينة، يعني مثلا زي السكرينة دي، وعايز فوق أحط زرار للباك، فبجيب كده منطقة معينة وأقول والله المنطقة دي هيكون إن هي بمثابة ضغطة الإيد. طبعا ببتدي برضه إن أنا أخلي حجمها إن هي أقل كده شوية، 44 في 44 بالشكل ده. وبروح أجيب الأيقونة اللي أنا عايزها، وليكن مثلا الأيقونة دي. بس تعالوا كده نبتدي إن إحنا
نقلب الدايركشن بتاعها بالشيفت اتش يعني كعكس كده مؤقت، وطبعا نغير طبعا اسمها ان دي حاليا بقت الليفت ايكون. بعد كده باخدها كنترول اكس وبروح لسكرينة التجارب بتاعتي، بحطها كده فيها اهي، وببتدي ان انا اخليها في السنتر بالشكل ده. فدي كده او ده كده بيبتدي ان هو يشكل النوع الخامس اللي هو الايكون بوتون، سواء ان هي بالشكل ده او طبعا ممكن يكون باحجام مختلفة. طبعا باكد ان انا ماليش دعوة بالايقونة اللي جوه، لما بعمل لها فريم هيبتدي ان هو يشكل بالنسبة لها ان هو ده البوتون. تمام، يعني ده بسيبه زي ما هو 24 في 24. باجي على اللي ورا ده، ممكن طبعا ابتدي ان انا اقلل كمان عن كده 40 في 40، وطبعا ممكن اقفل الريشيو ما بينهم بحيث ان انا لو خليت ده في لحظه من اللحظات 48 فاوتوماتيك التاني يكون 48 زيه. وساعات كمان بيصادف ان انا امنت منطقه معينه وقلت ان المنطقه دي هتبقى بمثابه الضغطه بتاعه او الخاصه بايد المستخدم. ساعات ان انا اصلا ممكن اسيبها كمسافه تامينيه وما احطلهاش لون. يعني ايه؟ يعني ممكن تلاقي الزرار ده هاجي هنا اغير لون الايكون بس اللي جوه خليها نفس اللون، وبيجي عند اللي بره ده بيشيل الفل. يعني ساعات ممكن تلاقيه اصلا بالشكل ده، يعني بمثابة ان هو زرار موجود في السكرينة ولكن هو شفاف على الباك جراوند اللي ورا. لان احنا بنبقى عارفين ان احنا لما بنحط ايقونة معينة لازم يكون في طبعا مسافات تأمينية لضغطة الايد. فانا اهو سايب مثلا ويدث وهايت 40 في 40 والايكون في المنتصف. فده كده باختصار الانواع الخاصه بالبوتون ايكون. نبتدي برضو ان احنا ايه نحطها في الشيت المنظم بقى بتاعنا، كنترول اكس ونيجي كده على الايكون بوتون ونحط كده الحاجه بتاعتنا عشان الشيت ده تبتدي ان انت تنظم فيه كل حاجتك، ويكون ان هو بيبتدي ان هو يحدد ان ده خلاصة الكورس اللي انت بتاخده او السلسلة اللي احنا بنشتغلها مع بعض. برضو يعني ايه، بعد كده ان احنا نفك كده الاوتو لاي اوت ده سريعا، ونظبط كده المسافات، ندوبليكيت ده، ونخلي برضو ان احنا عندنا نوع تاني كده ممكن يبقى دايرة بالشكل ده. تمام، فده كده اللي هو الايه الايكون بوتون. طيب بعد كده النوع اللي بعده اللي هو رقم 6 اللي هو السوشيال ميديا بوتون، ده اللي بيكون فيه سكرينة الساين ان والساين اب اللي بتلاقيه ان هو موجود تحت. خليني برضو كده افتح لك بنترست واوري لك اكزامبل. فتحنا مع بعض بنترست، لو ابتدينا ان انا مثلا ونفترض اقف على الريفرنس اللي في الاول ده، فهتلاقي ان فوق في حقول الادخال وفي الزرار وفي تحت الزراير الخاصه بالسوشيال ميديا اللي هي مثلا جوجل والفيسبوك وتويتر اللي هو طبعا اكس حاليا، الى اخره برضو من انواع الكونتينوس سوشيال ميديا، زي مثلا مجموعه الازرار اللي بالبلاك اللي تحت في الريفرنس اللي انا واقف عليه. فطبعا هي وتيرتها بتتغير ولكن هي تندرج تحت السوشيال ميديا بوتون. ولو بصينا برضو في المثال ده فأيقونة الفيسبوك وجوجل والابل، فده كده يعتبر اللي هو السوشيال ميديا بوتون. تعالوا بقى نبتدي كده نشوفه مع بعض ازاي اصلا هنبتدي ان احنا نصمم الايكونز الخاصة بالسوشيال ميديا. خلونا برضو كده ايه ناخد مع بعض السكرين دي ان هي تكون في الريفرنس بتاع او البورد بتاعتنا، عشان نبتدي برضو ان احنا نحاول ان احنا نعمل نفس الايقونات. يعني ممكن ناخد المثال ده كوبي، وبعد كده هروح للشاشة بتاعتي احط برضو كده ايه جنب العدة بتاعتي اهو هنا، عشان ده بالنسبة لي يكون الريفرنس، وعايزك تعمل زي بالظبط. وممكن نروح ونجيبه مثال تاني، زي مثلا ولنفترض ممكن نشوفه ده. هقف عليه copy image، بعد كده هبتدي برضو ان انا اجي هنا احط برضو كده ايه جنبي كده في الاحتياطي، بحيث ان انا وانا بذاكر اكون ان انا شايف ايه الحاجات اللي انا ببتدي ان انا ايه اقلدها او ان انا بحسن نفسي بناء عليها. بعد كده السوشيال ميديا بوتون، احنا لو بصينا هنا احنا هنبقى في احتياج كده دلوقتي ان احنا نجيبه ايقونة الفيسبوك وايقونة جوجل
وابل. طب الايقونات ممكن اجيبها من فين؟ ايا كان طبعا المصدر، او ممكن نفتح مع بعض ايكون فايندر ونبتدي ان احنا نشوفهم مع بعض. فتحنا مع بعض دلوقتي الايكون فايندر. طبعا يعني ايه الخير كتير، في ايقونات اهي كتيرة. انا فوق فقط كتبت كلمة فيسبوك، وهروح وليكن ناخد مثلا الايقونة دي. هتأكد طبعا ان انا اس في جي، وبعد كده هعمل داونلود ان اس في جي. هتنزل طبعا عندي على الجهاز، وببتدي ان انا اخدها كوبي بيست لفيجما، او ان انا اسحبها احطها في فيجما، هلاقيها ان هي نزلت عندي. انا حملت الفيسبوك وجبتها من على الجهاز كوبي بيست لفيجما، وبالمثل هروح احمل جوجل. كتبت فوق جوجل، بعد كده دخلت على الايقونه دي اللي هي الفري، اتاكدت ان هي اس في جي. طبعا ممكن احملها، او كمان ممكن ابتدي ان انا اكوبي على طول اس في جي. فمجرد ان انا بكوبي اس في جي بالشكل ده، الموقع بيقول لي ان الايقونه دي خلاص بقت ان هي معاك. فبروح على طول على فيجما زي ما انتم شايفين، وبعمل كنترول في، بلاقي الايقونه ان هي نزلت معايا بالشكل ده. ولكن طبعا هغير طبعا الاحكام والحاجات دي كلها، لان طبعا هو ايكون فايندر هو مش عارف انا اصلا بصمم لايه، فهو مش عارف ان احنا لازم نخلي ان الايقونه مقاس معين. هروح برضو كده اجيب ايقونه ابل بنفس الطرق. دلوقتي الايقونات بقت معايا، بقى عندي الفيسبوك، بقى عندي جوجل، بقى عندي ابل. ولكن خلي بالكم هنا ان الدايمنشن يعني الابعاد الويتس والهايت مش قد بعض، فانا لازم ابتدي ان انا برضو ايه اظبطهم. هاجي عند الايقونه دي، خليها دلوقتي دي 32 في 32. هاجي على دي، وخلي بالك انا مش لازم ان انا اعامل ايقونات السوشيال ميديا او الايقونات اللي هي بتدي مثلا او بتبين لوجو معين او حاجه معينه. مش شرط ان انا اخليها 24 في 24 طول ما انا معايا المساحه ان انا اصلا اعرضها. هي كده كده هتكون بداخل زرار، يعني عادي ان انا اكبرها كمان عن ال 24 في 24. يكاد يكون أنا بوصل ل 32 وكمان اكتر، ولكن بيكون في مسافه تامينيه حواليها اللي هي المسافه دي. اللي اقصده ان مش شرط ان اللي جوه دي تكون 24 في 24، لا ممكن تكبر طول ما هي اصلا محطوطه في حدود اريا معينه اللي هي البوتون، وطول ما انا معايا مسافه معينه. خلي دي 32 في 32. هاجي بالمثل هنا، هتك على اجيب اداه السكيل عشان مفيش حاجه تتمط مني بالغلط. هاجي عند السكيلنج هنا عشان الويتس يقفل مع الهايت. طبعا اداه السكيل انا بستخدمها في تغيير الدايمنشن في اي حاجه تكون فيكتور، بحيث ان الرسمه اللي اترسمت بيها اللوجو ده ما تبص. لان زي ما انتم عارفين اللي انا محمله اس في جي ده مش صورة، يعني بص اصلا كل مقطع لوحده. فعشان احافظ على الانسيابية اللي فيها التقطيعات دي كلها، فانا بأمن نفسي واروح لأداة السكيل. بعد كده هاجي هنا هكتب على طول 32 في 32 دي اهي اتظبطت. هاجي بالمثل هنا هخلي برضو ان دي 32 في 32 بالشكل ده. بس خلي بالك برضو لازم بعينيك تبتدي ان انت ايه توازن شوية حاجات. انا لو بصيت هنا يكاد يكون ان الفيكتور الداخلي هو محتل الفريم اللي بداخل منه اللي هو ال 32 في 32. يعني لو بصينا كده فوق وتحت هو يكاد يكون محتله. بالمثل هنا بصريا دي مش عامله كده، فانا بدخل جوه اظبطها بقى. بجيب اداه التحديد عادي، بدخل على الرسمه الداخليه اللي هي الرسمه دي، وابتدي اتاكد بس ان هي في السنتر بالشكل ده. بعد كده الت شيفت، وابتدي ان انا ايه اكبرها كده شويه، بحيث ان هي تكون بصريا شبه الايقونات اللي جنبيها. تعالوا كده نبص بقى في الريفرنس ونشوفوه هنا هو عامل ايه. هو حاطط الثلاث ايقونات في زراير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما اتفقنا، هو هل لازم الويتس بتاع الزرار اكون ان انا عارفه؟ الاجابه لا، هو ممكن يكون اكتر من حاجه بتبتدي ان هي تحدده. زي مثال انا همسك السكرينه دي، ولو شفت كده هو مقسم الاريا على 3. فهجري كده اجيب اهي السكرينه بتاعتي، اخد السكرينه دي كوبي اهي، هقرب كده منها، وهبتدي ان انا افتح الجريد بتاعتي اللي هي الكولوم بتاعتي اللي هي لاي اوت جريد، وهبتدي ان انا اغير ميكانيزم العرض بتاعها لكولوم، اخليها ان هي هنا 3 بالطريقة دي. بعد كده هبتدي ان انا برضو احط المسافات اليمين والشمال بتاعتي اهي 16، وممكن اخلي هنا مثلا مسافة ما بينهم 16، مفيش مشكلة خالص. طيب بعد كده هفصل بس
الكولوم هنا عشان عينيا تشوف الشغل اللي انا عامله. بعد كده هبتدي اشوف هنا هو عمل اريا او فريم اداله ستروك وحط جوه الايكون، فانا ممكن على طول اعمل اهو اريا، او طبعا ممكن بالاوتو لاي اوت. يعني انا ممكن امسك كده اريا اهي، تمام. ال 103 اللي طلعت دي ما تفكرش فيها، تمام. طبعا ايه لازم الاول كده احدد اهي بالشكل ده. فال 104 اللي طلعت اللي هي الويتس بتاع الزرار ده انا ماليش دخل بيه، هو اتحدد بناء على الكولوم اصلا محتل قد ايه. بعد كده هديله ستراك، هديله درجه من درجات الجراي اهو، هخليه ان هو الراودد كده من على الاحرف شويه 8 بالشكل ده. فالمنطقه دي خلصت. بعد كده ببتدي ان انا هجيب الايكونز بتاعتي، الايقونه اهي كنترول سي، باجي هنا كنترول في، اتاكد ان هي في السنتر، خلصت. لو فصلنا كده فصل مؤقت نبص كده الحاجه بتاعتنا خلص، تمام. بالمثل الباقي، يعني ممكن برضو اجي كده على الباقي افتح برضو الكولوم بتاعتي، ابتدي انا اظهرها، اخد الت شيفت احطه هنا اهو، واروح اجيب الايقونه بتاعت جوجل كنترول سي، اجي هنا اشيل ده، المس الفريم، احطه على طول في السنتر، اتاكد ان هو في السنتر بالشكل ده، ذات الخير خيرين. بعد كده ده اهو، وابتدي ان انا اجيب العلامه بتاعت ابل كنترول سي، اجي هنا اشيل ده وابتدي ان انا احطه في سنتر بالشكل ده. طبعا اتاكد ان هو جوه الفريم ده، كنترول اكس المس ده، كنترول في اتاكد ان هو في السنتر بالشكل ده. ضروري ان انا اتاكد ان انا حطيته بداخل الفريم. بعد كده شيفت ايه 3 مع بعض، فبلاقي نفسي ان انا خلصت بالشكل ده السوشيال ميديا اللي بتبقى موجوده مثلا في الساين ان اللي هي شبه ده. طيب فهنا كمان خلاص بقى، يعني هنا الايقونه ما فرقتش معايا ان هي تكون 32 في 32، كده كده انا مأمنها ان هي جوه زرار، تمام. طيب وطبعا في نقطه بقى، يعني هنا تعالى كده نبص بقى للازرار، يعني الازرار هنا لازم اتاكد ان هي وفقا لارتفاع انا عايزه. هنا ده 55، لا نرجعها لحاجه احنا عارفينها اهو 56. وبالمثل يعني ممكن ده وده نحدد الاتنين كده مع بعض، نخليهم الاتنين مع بعض 56. لا يصح الا الصحيح، لازم كل حاجه تكون ان هي ايه تمام، تمام. بعد كده ممكن اخد كوبي منه واوري لك ان هي مش هتفرق لو صغرنا الايقونات. يعني انا ممكن لو جيت ده هجيب اداه السكيل، ممكن ده اهو انزل تحت اخليه 24، وانزل ده اخليه 24 برضو، والايقونه دي اخد منها كوبي اخليها برضه 24، واخد كده التلاتة دول معايا كده المشوار هنا اهو، احطهم كده قدامنا. بعد كده همسك اتاكد ان انا ماسك الفريم، خلي بالكم انا دلوقتي ماسك الرسمه ذات نفسها، فلازم امسك الفريم ده كنترول اكس، باجي هنا اتاكد ان انا ماسك الفريم ده، امسح دبل كليك اتاكد ان انا جوه الفريم ده، كنترول في حطيتها اهي في السنتر. بعد كده بالمثل الباقي اتاكد ان انا ماسك الفريم كنترول اكس، باجي هنا طبعا انا ممكن على طول اعمل كنترول شيفت ار. كنترول شيفت ار هو بيريبليس كمان على طول، يعني من غير بقى ما احط الايقونه في السنتر، لا يعني ممكن امسك الايقونه هي على طول كنترول اكس، بعد كده اجي عند الايقونه دي كنترول شيفت ار من الكيبورد، ابتدى كمان ان هو يريبليس على طول. فطبعا هو بيبقى فيه شورت كات كتيره جدا، ولكن انا الفكره ان انا بس ببقى حاطط هدف لكل سيريز معينه او كل مجموعه فيديوهات معينه، انا اعلمك بس بشكل متقن الاساس اللي احنا داخلين نتعلموه مع بعض. فسواء انت عملتها كده او كده فهي مش فارقه، تمام. طيب بعد كده ممكن يبقى عندي النوع ده. طب النوع ده يا باشمهندس ده سهل جدا، ده احنا اصلا نفس اللي كنا عاملينه في الازرار، بس بدل الايقونه دي هيبقى السوشيال ميديا بالظبط زي ما انت قلت. يعني انا كل اللي عليا ان انا اصلا ممكن يكون في علامه جوجل بالشكل ده، وجنبها كتابه، الكتابه دي بتقول لي continue از جوجل بالشكل ده، واصغرها مثلا شويه او 16 مش فارقه، تمام. بعد كده ده مع ده اوتو لي اوت،
تمام. فاكر إحنا طبعًا هنا بنجيبوها زي ما قُلت لك بالauto layout عشان أجيبها داخليًا، يعني أجيبها بطريقة أفضل من الframe كمان، تمام. وزي ما اتفقنا هابتدي إن الauto layout اللي أنا عملته ده خلّي بالك هو fixed آسف hug على مستوى الwidth والheight. بأكد تاني ضروري إن أنت تكون مذاكر الauto layout وأساسيات Figma بحيث إن أنت تتشبع معرفة في الفيديوهات دي. طيب نيجي هنا هاجي طبعًا الheight هو اللي جوّه إيديّا، فهاجي على الheight من هنا أهو، وهاقول والله أنا عايزه 48. بصوا كبر. طيب عظيم. وهاقول إن الwidth هيتشكل بناءً على إن أنا من هنا عايز أسيب رقم معين ورقم معين، فبامسك عادي وأشد بالطريقة دي أهو بالشكل ده، وبعد كده بابتدي إن أنا أحط الstruct بتاعي، بعد كده باخليه درجة من درجات الجراي. طبعًا الألوان هنا وأنا باشرح أنا باعملها بطريقة random، ولكن هو أصلًا بيكون في techniques معينة للألوان، ولكن ده مش الcore الأساسي دلوقتي اللي أنا عايزك إن أنت إيه تركز فيه. فأنا فقط عايزك إن أنت تتعلم إزاي تعمل المصغرات أو المكونات الأساسية في الUI باستخدام الauto layout والbasics بتاعة Figma. طيب بعد كده أنا بابتدي لو بصينا كده للreference هو هنا عامله rounded. طيب ده سهل جدًا أهو. تعالَ هنا خلّيه هو نُص دايرة، باكتر أهو الرقم، تمام. طيب يا باشمهندس هي ليه لازقة كده على الحرف؟ طب ما أنت عارف في الauto layout إن أنا ممكن أخلّي إن الcontent في الcenter بالشكل ده، تمام. فأنا قدامي إن أنا ممكن أعمل أكتر من technique، سواء كده أهو دي كده طريقة، وطبعًا بالمثل لباقي الحاجات، تمام. أو سواء بالطريقة دي، تمام. أو طبعًا أيًا كان بقى الطريقة اللي أنت حابب إن أنت تتبناها، فهي مش هتبقى فارقة، يعني هي مش هتبقى فارقة، ولكن أنا عايزك برضه إن أنت يبقى عندك وعي إزاي إن أنت أو الحاجة زي دي تتعمل. طب يا باشمهندس هي الكتابة في الcenter والّا إن إحنا بنجيبها على الحرف؟ برضه مش فارقة، يعني في ناس كانت بتسألني تقول لي: "يا باشمهندس هو إحنا نجيبه الكتابة دي في center والّا إن هي تبقى كده ونسيبه مسافة مثلًا معينة من اليمين والشمال؟" هاقول له: "مش فارقة، بس طالما عملتها في واحدة بتعملها على الباقي." يعني سواء كده وكلهم يبقوا في السنتر، يا اما كلهم بيجوا على الحرف الشمال بس بيبقى سايب مسافة معينة كده من على الأحرف أهو بالشكل ده، وبالمثل للباقي. يعني يوم ما أجيبهم ورا بعض أهي دي كده مثلا جوجل، بعد كده الفيسبوك أهي ناخد كوبي كنترول سي، أجي هنا كنترول شيفت ار كونتينيوز هنا أهو فيسبوك بالشكل ده. فلازم يكونوا ورا بعض يكونوا من نفس الايه بنفس العيله. تعالى بقى ايه نشوفه كده. بص هو نفس اللي احنا عملناه هنا، نفس اللي احنا عملناه هو ايه هو اللي عامله في الريفرنس. طيب تعالى بقى ناخد العده بتاعتنا بقى عشان نحطوها في التمبلت بتاعتنا. يعني ده ايه ده المكان اللي احنا بننظم فيه حاجتنا. ببتدي اهو خدت هنا كوبي من الحاجات بتاعتي، نطلع الريفرنس دي بره كده شويه، ونبتدي برضو ننظم كده الحاجه بتاعتنا، نقول ان دي كده خلاص الامثله بتاعت الحاجة اللي احنا خلصناها اهي، بحيث ان انت شغلك كله يبقى ايه دوكيومنتد كده ومتجمع في اريا واحدة اهو. واعملهم مع بعض كمان اوتو لاي اوت، انظم كده المسافة ما بينهم بالطريقة دي. طبعا ممكن برضو ايه ناخده كده مسافة عن الشق الايسر بالطريقة دي. وطبعا انت ايه هتنظم كمان افضل مني. تعالوا نعرف مع بعض ايه هو البوتون جروب. البوتون جروب ده يعني مجموعة من الأزرار جنب بعض ولكن ليها علاقة ببعض. مش هنروح بعيد، لو بصينا تحت كده في الابديت الخاص بفيجما هتلاقوا ان الجزء ده كده يطلق عليه البوتون جروب، محتوي على مجموعة من الأزرار اللي من نوع الايكون، ولكنهم ليهم علاقة ببعض بان انا بسويتش ما بين المود الاولاني، بعد كده المود التاني، بعد كده المود التالت، تمام. فده كده بيطلق عليهم البوتون جروب. وزي لو بصينا كده للاكزامبل ده زي الاكزامبل ده، ان اي ثلاث ازرار جنب بعض فدول يعتبروا ان هم جروب، سواء ان هم بيعملوا اكشن معين، او ان هو بيسويتش فيو، او ان هو بيتم من خلال ان انا بختار اوبشن ما بين متعدد الى اخره. ايا كان الحاجه اللي انا ممكن اعملها بالميكانيزم اللي احنا هنتعلموه مع بعض. انا اول حاجه ببتدي ان انا اعمل زرار واحد، بعد كده ابتدي ان انا افكر في مجموعه الازرار التانية. هجيب اداه الكتابه، بعد كده بكتب بوتون، وليكن ده البوتون رقم واحد.
بعد كده لو أنا هاعمل وليكن بوتون صغير، فأكيد الكتابة جواه مش هتبقى 16، فأنا ممكن أخليها 14 أو 12، وببتدي إن أنا أتلاعب بالفونت ويت شوية. تمام، يعني ممكن أجي هنا أخليه ميديم بالشكل ده. بعد كده ببتدي إن أنا أقف عليه وأبتدي أعمل شيفت A بالشكل ده، عشان يبتدي إن هو يغلفها لي في أوتو لاي أوت. بعد كده ببتدي إن أنا أحط له برضه لون أرضية بالطريقة دي، اديته اللون الديفولت اللي هو الأبيض. بعد كده ببتدي إن أنا عيني بقى على الفيكسد والهج. أنا ممكن أبتدي إن أنا أجي على المنطقة دي هنا أهو الهايت، وممكن أقول إن أنا عايز إن الهايت بتاعه 36 مثلا بالشكل ده. 36 أنا ممكن أكون اخترت حد من العائلة الصغيرة اللي هو أعلى واحد في عائلة العناصر المصغرة، خليته مثلا وليكن مثلا 36 إلى آخره. يعني أنت ممكن كمان تكبر الارتفاع عادي جدا، يعني ما فيش مشكلة في حاجة زي دي. أنا خليته مثلا 36، أو خلينا إن احنا نخليه 40 أهو، كأنه هو زرار متوسط. تمام، أو داخل خلاص على التوسط. بعد كده ببتدي ان انا اخد منه كوبي، يعني هاخد منه كوبي الاولاني التاني اهو. وطبعا باكد تاني الشيء اللي انا بعمله ممكن يكون فيه اكتر من طريقة بتتعامل بيه، بس انا بوريك يعني اسهل طريقة ممكن يحصل بيها الشيء ده. بعد كده التالت، بعد كده بجمعهم مع بعض، بمسك الاولاني شيفت امسك التاني شيفت امسك التالت، اظبط المسافات ما بينهم، اشوف البعد ما بينهم انا عايزه قد ايه بالشكل ده. وبرضه بمسك كل زرار وبشوف مدى البعد يمين وشمال، يعني بشوف كده يمين وشمال تمام زي ما انا عايز، اللي هو التمانيات اللي هي هنا دي، اللي هي التمانية اللي هنا والتمانية اللي هنا. بتأكد من كل حاجة. بعد كده بخليهم كلهم مع بعض اوتو لاي اوت. الاوتو لاي اوت هنا اللي اتعمل ده انا ممكن ابتدي ان انا اديله برضو، خلي بالك لان هو هنا اهو في مسافة ما بينهم، فباين اللون بتاع الباك جراوند. فانا ممكن اديله لون بالشكل ده، فاصبح ان كانها كلها حتة واحدة. بعد كده هقف عند الاوتو لاي اوت ده، وهبتدي لو بصيت كده في الاكزامبل ده هو فيه زي ستروك، فهاجي برضو عند الستروك اديته ستروك اهو بالشكل ده. تمام، بس خلي بالك برضو لازم ابتدي ان انا اشوف الميكانيزم الخاص بالستروك. يعني ايه اشوف الميكانيزم الخاص بالستروك؟ يعني هنا لو تلاحظ ان الستروك ان هو في الاوتو لاي اوت ده وداخل من جوه، تمام، وده اصلا طالع من يعني العناصر دي متواجده في منطقه الاوتو لاي اوت، ولكنها في ترتيب لاير هي العلويه. تمام، فهيبقى باين فقط الستروك طالما ان انا اديته على البيرنت الاساسي، هيبقى باين فقط الستروك في التقاطع اللي ما بينهم. فانا باجي عند الستروك بدل انسايد بخليه وليكن مثلا اوتسايد بالشكل ده. وبعد كده بخلي برضو ان انا عندي كورنر راديوس بالشكل ده اهو بالطريقة دي. هقرب برضو كده. اللي حصل ده تمام ان الحز بتاع العناصر الداخلية ظاهر، اللي هو كل اليمنت لوحده اللي هو الاليمنت ده باين كده، لان الاوتو لاي اوت الاكبر ده اللي هو واخد الاستروك البلاك ده لازم افعل عليه خاصية الكليب كونتنت بالشكل ده، عشان يبتدي ان هو يقطع لي اي حاجة زيادة طالعة بره. فساعات بيكون شكله كده، وساعات بيكون ان هو وليكن واخد لون وليكن مثلا جراي بالطريقة دي، وليكن مثلا ممكن يبقى واخد ولنفترض ان في الحواجز دي او الفواصل دي سهلة جدا. انت لو جيت عند الاليمنت ده، تمام، ايا كان هتعملها انهي اليمنت، انا لو جيت عند الاليمنت رقم 3 ده هبتدي ان انا اديله ستروك بس من جهة الشمال فقط. يعني هاجي عند الستروك ضفت اهو ستروك، تمام، هبتدي ان انا احط لون مثلا وليكن اللون ده، واخد برضو معايا اللون ده كوبي كده في الذاكرة، هقول لكم ليه، عشان هحطه على اخواته. تمام، بعد كده هاجي عند الادفانسد سيتنج في الاستروك، وهبتدي ان انا اشوف الاتجاهات الخاصه بالستروك. يعني اسف، مش من الادفانس سيتنج، من اللي جنبها هنا على طول اهي. هبتدي ان انا اشوف السايد اللي انا عايز فيه الستروك. فانا هبتدي ان انا على طول اقول عايزه في الليفت فقط بالشكل ده. بص هنا اتحط الستروك، وهاجي هنا بالمثل هاجي هضيف ستروك اهو. بعد كده هاجي عند هنا الانفيديوال ستروك، بعد كده هاجي عليه هقول انا عايزه في الليفت
وهاجي عند اللون احط اللون اللي احنا كنا واخدينه كوبي، فهلاقيه بالمثل طلع نفس اللي احنا سايبينه فوق. وطبعا لازم اتاكد برضو ان حتى الاستروك بتاع الاوتو لاي اوت الاكبر ده هو نفس الدرجه بتاع اللي اخدوه في المنتصف، فهقف عليه واروح عند الاستروك الخاص بالاوتو لاي اوت الكبير ده واعمل كنترول في، فهلاقيه ان هو نزل على طول. وبقى عندي هنا الموضوع بقى سهل جدا، سواء انا مثلا لو زودت حاجه معينه او نقصت حاجه معينه هلاقي ان الدنيا بتترتب معايا. هاجي هنا نظبط كده شويه تظبيطات، نخلي المحتوى مثلا في السنتر، نخلي ان نظبط كده كل حاجه. هنا انا سايب 16، هنا سايب 16. هنا نيجي برضو نظبط الاحجام دي كلها تمام زي الفل. هنا نتأكد ان دي تمام 8 تمام زي الفل. فبتلاقي ان الدنيا هنا اتظبطت معاك، وان انت بتكتب طبعا الحاجة اللي انت عايزها. كل ما ببتدي ازود ممكن اقف هنا اهو واعمل كنترول دي، الاقي ان هو اوتوماتيك بيزود لي الحاجه دي، وبقى الموضوع بالنسبه لي هج على المستوى الاعلى. وده اللي اصلا اللي انا عايزه، ان انا عايزه كل ما بكبر كل ما بيبتدي إن هو يزود معايا. الا اذا لو انا بقى عايزه فيكسد في منطقه معينه، يعني انا ممكن اقول لك والله لا انا عايز الاتنين دول ولكن هيكونوا في السكرينه من فوق، وهبتدي برضو ان انا اكبرهم بالشكل ده، وان كل حاجه منهم بتبتدي ان هي تحدد او تبتدي ان هي تبريزنت كليكه معينه. زي مثلا انا عايز اعمل توب بار فوق، والتوب بار ده انا بسويتش ما بين ولنفترض الرسائل الخاصة والرسائل مع المجموعات أو أيا كان، فبعمله بنفس التكنيك، ولكن طبعا بخلي إن الكلمة دي تيجي في السنتر. انا مثلا لو عايز حاجتين جنب بعض، فانا ممكن اخد مثلا من ده كوبي تمام على سبيل يعني التجربة، بعد كده مثلا بشيل ده، فعندي كده حاجتين جنب بعض. ولو هما مثلا بيحتلوا السكرينة بالكامل، فببتدي ان انا اشدهم على مقاس السكرينة اللي هو مثلا 375. بس طبعا ده عشان هنا، او خلينا ان احنا نخليها على ال 375 تمام. وبعد كده ببتدي ان انا اخلي ان المسافة ما بينهم اوتو تمام. وببتدي ممكن ازود المسافة طبعا يمين وشمال، بحيث ان هما يبتدوا ان هما يتفصلوا بالشكل ده، وبيكون حاجة ان هي بتحتل المنطقة اليمين وحاجة تانية بتحتل المنطقة الشمال. ولكن طبعا هتبتدي ان انت برضو تضطر ان انت تغير احجام طبعا الكتابة الداخلية، لان احنا اصلا كنا بندي المثال على زراير جنب بعض صغيرة وليست التوب بار. ولكن انا بوري لك برضو التكنيكس المختلفة اللي انت ممكن تستخدمها في لو انت عايز مجموعة من العناصر جنب بعض. كده نكون خلصنا البوتون بار، اسف البوتون جروب. بعد كده نشيل كده الريفرنس ده، ونبتدي ان احنا نحطه الازرار بتاعتنا اللي خلصت، وليكن مثلا ممكن نحطه ده اهو بالشكل ده، ممكن نحطه ده. وتعالى برضو نبتدي ان احنا نحط اللي احنا كنا حاطين في الفواصل الجانبية تاني اهو الاستروك. خليني برضو ان انا هعمل بوز كده للفيديو اعملها سريعا ونرجع نحطها. عملتها كده بشكل سريع. تعالى برضو نبتدي احنا ننظم الحاجة بتاعتنا دي ونحطها تحت التايتلز بتاعنا. وعشان نلغي احساس، او مش بمعنى اصح هو مش احساس، حتة ان المسافة غير منتظمة، وان انت شايف ان كلمة بوتون 1 او 2 او 3 ان هي مش في نص المنطقة، فدي معالجتها بسيطة جدا. ابسط حاجة ان انت هتيجي وهتلغي المسافات البينية اللي ما بين العناصر في الاوتو لاي اوت الاكبر. يعني هتقف على المجموعة دي وهتبتدي ان انت تيجي في الجنب وهتبتدي ان انت تخليها المسافة ما بينهم زيرو. طيب يا باشمهندس، لو انا حابب ان انا اوسع المسافة داخليا في العناصر، او ان انا اكبر المنطقة دي، هكبرها ازاي؟ قدامك اكتر من طريقة. يا اما ان انت تيجي عند الكتابة ذات نفسها وهتبتدي ان انت تكبر منطقة الكتابة لرقم معين وليكن مثلا 80، وتخلي ان الكتابة دي في السنتر بالشكل ده وتكتب اللي انت عايزه. وبالمثل باجي عند الباقي، يعني باجي برضو عند الباقي اهو بقف عند رقم 2، واخلي ان الويتس بتاع المنطقة الكتابية دي 80، واخلي ان الكتابة في السنتر. وبالمثل باجي عند هنا وبخليه برضو ان هو 80، وبخلي ان الكتابة في السنتر. فبتلاقوا الموضوع ان هو اتعالج بالشكل ده، وبتبتدي بقى ان انت تكتب براحتك اللي انت عايزه.
الطريقة التانية إن أنت ممكن تبتدي إن أنت توسّع المسافة البينية الداخلية الخاصة بكل element على حدة وليس الauto layout الأساسي. يعني إيه؟ يعني هُم في الأول كانوا كده، تعالَ كده نرجعهم لأصلهم، كانوا بالطريقة دي. فأنا كل اللي عليَّ هامسك الauto layout الداخلي ده وأبتدي أقول والله أنا عايز يمين وشمال 16 وآجي بالمثل لده أخلّيه برضه 16 وده بالمثل أخلّيه 16. فهيبانوا برضه إن هُم متساويين المسافة البينية، وإن كل element باين إن هو في نُص المنطقة بالضبط، وليس زي التجربة الأولى اللي إحنا عاملينها. فبيكون عندك ده أيًا كان أنت عايز المحاذاة إزاي، سواء إن هي تكون aligned to left أو إن هي تكون في center المنطقة. فأنت طالما إن أنت فاهم، فهتقدر إن أنت توظّف اللي أنت عايزه. طيب ولو أنا محتاج مثلًا عنصرين يكونوا جنب بعض وإن هُم مثلًا يكونوا في مقدمة سكرينة أو إن أنا مثلًا بswitch أو بtoggle view ما بينهم أو أيًا كان، نفس الموضوع يعني باcopy هنا، باشيل وليكن واحدة وابتدي أكبّر اللي أنا عايزه على قد الview اللي أنا عايزه، وليكن مثلًا أيًا كان الحجم، يعني أنا ممكن أكون عايزهم 375 ولنفترض. وبعد كده باجي أخلّيهم في نُص الview بالauto layout. بعد كده هم مُعتزين بالمسافة اللي ما بينهم، فباجي عند المسافة دي باخلّيها إن هي auto. وبعد كده بابتدي إن أنا على الأحرف بابتدي إن أنا أزوّد المسافة على حسب مدى البُعد اللي أنا ممكن أكون محتاجه. وطبعًا ما تنساش إن أنا باجي هنا وباشيل الstroke على الelement ده، فبيظهر قدّامي إن في حاجتين جنب بعض. وطبعًا بيبقى في طُرق كتيرة جدًا في إن يتعمل بيها الجزء ده. طبعًا ما ننساش إن إحنا طبعًا ننظّم الحاجة بتاعتنا، لإن زي ما قُلت لك أنت لازم تخلّي إن في مكان كده بتنظّم فيه حاجتك، وإن أنت تذاكر بنفس الموضوع. هاضيف لك برضه element تاني هنتكلم عليه وهو الtoggles اللي هي من خلالها باقدر إن أنا أعمل on وoff. تعالَ طبعًا نعملها بشكل سريعًا، هي أصلًا سهلة جدًا، ما بتاخدش أصلًا أي وقت. كل اللي أنا عايزه إن أنا باعمل أداة الframe، ولكن قبل ما باعمل أداة الframe لازم أشوف الsize الأكثر شهرة. الsize الأكثر شهرة للtoggles هو 52 في 32. فأنا بابتدي إن أنا أعمل كده الtoggles. هاروح عند الheight أخلّيه 32 والwidth ال52 بالشكل ده. بعد كده هابتدي إن أنا أدّي الأرضية بتاعتي وليكن مثلًا نخلّيها اللون الأخضر ده، تمام. وبعد كده أخلّيها إن هي الrounded. بأكد تاني أهو، كل اللي أنت هتعمله مستطيل 52 في 32 بالشكل ده. بعد كده هتبتدي إن أنت هاغيّر الcorner radius لحد ما يبقى شكل شبه دائري بالشكل ده. بعد كده هاروح أجيب shape عادي، هاجيب أداة الدايرة أهي بالطريقة دي، وابتدي إن أنا أخلّيها في المنتصف. وطبعًا ما اسيبهاش كده، يعني أنت لو بصّيت بالشكل ده هتلاقي إن الالتفاف غير متساوي وده أصلًا ما ينفعش. فأنا هاcheck هنا 2 هنا 5 هنا 6 طبعًا ما ينفعش. فأنا هابتدي كده إن أنا أكبّر أهو، أجيبها في المنتصف، تمام، بالشكل ده. أو إن أنا ممكن على طول أعمل الكرة الداخلية دي 24 في 24 بالطريقة دي، وأقفل برضه الratio كده ما بينها عشان لو غيرتها بعد كده. وأبتدي إن أنا أسيب داير ما يدور كده حوالين الدايرة وما بين الحواف إن أنا أسيب 4. يعني لو لقيت إن دي 3 وأنا باتشيك كده دي كده غلط، يعني راح الله كده شمال شوية، فلقيت هنا 4 هنا 4 هنا 4 تمام كده. سيبها وبكده تكون إن أنت عملت الswitch. طبعًا ده بيكون إن هو لونه أبيض. وطبعًا بيكون في الحالة الdisabled بالمثل نفس اللي عملته هنا باعمله الناحية التانية. أنا بس على الshift وبابتدي أنا أسحب كده، باcheck إن كل الجوانب إن هي 4 تمام. لازم يكون داير ما يدور كده من الجوانب 3 هنا، هنا، هنا يكون إن هو كام؟ 4. بعد كده أخلّي الأخضر ده إن هو لون درجة من درجات الgray، فبيبان إن هو disabled بالشكل ده. وبابتدي برضه إن أنا أحطهم كده إيه في الشيت اللي أنا بانظّم فيها الحاجة بتاعتي. تعالوا نعرف مع بعض إزاي إن إحنا نقدر كمان إن إحنا نعمل الcheck box. الcheck box ده هو مكوّن من مكونات الUI اللي أنا باقدر من خلاله إن أنا أختار اختيار أو مجموعة من الاختيار بيكون عبارة عن زي مربع وبيكون جواه علامة صح تدل على إن أنا اخترت الاختيار ده. تعالوا كده نروح لمساحة العمل بتاعتنا
ونبتدي إن إحنا نشوفه إزاي بيتصمم مع بعض. كل اللي عليا إن أنا هنا هاعمل زي مربع وهاحط جواه علامة صح، فأنا بابتدي إزاي الcheck box ده إن أنا أكون إن أنا عملته. أنا بابتدي إن أنا أجيب أداة الframe بتاعتي عشان أعمل الcheck box، وبابتدي إن أنا أحدد الwidth والheight بتاعها، أنا باخليه 24 في 24 بالشكل ده أهو، وبابتدي إن أنا أحط الstroke وبابتدي إن أنا أجيب درجة فاتحة شوية في الجزء ده أهو بالشكل ده. بعد كده بابتدي إن أنا أخلّي الموضوع rounded كده من الجناب، نخلّيه رقم كده قليل شوية 4 أو 2. بعد كده باقول إن دي كده خلاص الحالة الأولى، زي ما أنتم شايفينها هنا كده. بعد كده باروح أجيب علامة الصح، يعني باروح كده أجيب أيقونة الcheck box دي أو علامة الصح اللي جوّه دي، وبابتدي أحطها في نُص الview بتاعي. جِبت هنا الأيقونة بتاعتي أهي، الأيقونة كده محطوطة في frame 24 في 24، لكن أنا عادي يعني أنا ممكن أصلًا آخد الvector الداخلي ده وأروح عند منطقة التجارب بتاعتي، وأبتدي إن أنا آخد طبعًا copy منه الأول، لإن طبعًا قبل التحديد بيبقى شكل، وبعد التحديد هو الشكل اللي فيه علامة الصح. بعد كده بابتدي آجي فيها وأحط عادي الشكل الvector اللي هو علامة الصح على طول. وطبعًا في ناس ممكن تعملها بالpen tool من تحت، فعادي جدًا اعملها بأيًا كانت الطريقة. بعد كده بابتدي إن أنا آجي هنا، وبابتدي إن أنا أشيل الstroke، وبابتدي إن أنا أحط الfill، وليكن مثلًا نبتدي نشوف اللون الactive اللي أنا عايزه، فبيطلع بكل سهولة معايا الcheck box بالشكل ده. الRadio button لو رُحنا له هو نفس الشيء، يعني الموضوع سهل جدًا، يعني أنا كل اللي عليّا بابتدي إن أنا أجيب مربع تمام، ولكن باكبّر الانحناء بتاعه. باجي عند هنا وأكتّر رقم كبير كده لحد ما يبقى دايرة. بعد كده بابتدي إن أنا copy بالشكل ده وأكتر الدايرة برضه، أو هي خلاص هي كده معمولة دايرة، كل اللي عليّا إن أنا هاشيل الstroke بتاعي أهو بالشكل ده، وهابتدي إن أنا أحط fill أهو من هنا، بابِك اللون اللي أنا عايزه في الfill. بعد كده باجيب دايرة تعبّر عن إن الاختيار ده هو اللي تم اختياره، أيًا كان الsize مثلًا 12 في 12، 14 في 14، 16 في 16، وأبتدي برضه إن أنا أحطها في نُص المنطقة بالشكل ده، فبيطلع الحالة قبل الاختيار والحالة اللي بعد الاختيار. وطبعًا الفرق ما بين الcheck box والradio button إن الcheck box أنا باقدر إن أنا أختار أكتر من اختيار، لكن الradio button بيكون مُحتّم عليَّ أو مُجبر عليَّ إن أنا أختار اختيار واحد فقط، زي male أو female، أو إن أنا باختار باقة معيّنة أو حاجة ما فيهاش غير option واحد. وطبعًا عشان تعرف تصمم الحاجة صح، ضروري إن أنت تكون بتفتح Pinterest وبتبتدي إن أنت تسيرش بنفس المصطلح اللي بنكتبوه، واكتب جنبيها UI example أو أيًا كان هتكتب إيه، أو mobile screens أيًا كان، هتلاقي إن أنت بيطلع لك example للcomponent ده بالأشكال الطفيفة اللي ممكن يندرج إن المصممين بيصمموها بيه، أو التغييرات الطفيفة اللي ممكن تحصل من مصمم للتاني. ولكن هو كده بيكون المكونات دي بالفعل أصلًا موجودة عند الdeveloper، فبيقدر إن هو يستخدمها على طول، لإن اللي بيهمك الdata، ولكن برضه لازم تكون عارف أصول الشيء بتتعمل إزاي. طبعًا ممكن تلجأ للPinterest بحيث إن أنت تشوف الأشكال المختلفة من الRadio button، وبتبتدي طبعًا تعمل تغذية بصرية على أيًا كان الcomponent اللي أنت ممكن تكون بتحاول تحاكيها أو تعمل زيها، وزي ما اتفقنا حاجة تعجبك بتاخدها copy paste جنبك على سكرينة العمل، بحيث إن أنت تقدر إن أنت تقلد المكون بالضبط. بعد ما عرفنا الراديو بوتون ممكن يكون إزاي بيتعمل، تعالوا برضه نروح إن إحنا نشوف الsliders إزاي إن هي بتتعمل. الsliders دي معناها إن أنا باعمل حاجة أشبه كده بالprogress bar، ولكن باختار بيها قِيَم معيّنة. باختار مثلًا range سعر معيّن، أو بابتدي إن أنا أحُط إيديّا على مقطع معيّن من audio
أو إن أنا باعلّي أو باوطّي مثلًا حاجة معيّنة إلى آخره. فهاخد الreference ده كده copy ونحاول إن إحنا نحاكي تاني واحد من فوق، من الslider اللي فوق دي، ونشوفه إزاي بيبتدي إن هو يتعمل، عشان النتيجة النهائية تكون هي شبه الشكل اللي إحنا عاملينه ده. فأنا باجيب أو بمعنى أصح بقى وأنت بتتدرّب لازم تجيب كده جنبك reference وتبتدي إن أنت تشوفه هو ممكن يكون بيتعمل إزاي. سهل جدًا، يعني كل اللي عليّا إن أنا هاجيب frame، بعد كده طبعًا هاحدد طوله أو الwidth بناءً على الwidth اللي أنا حاطّه فيه، تمام. بعد كده هابتدي إن أنا أخلّيه كده rounded من الجوانب كلّها، هاخلّيه الارتفاع وليكن مثلًا 20 بالشكل ده أو 16، تمام. بعد كده هاقول والله إن ده كده الslider بتاعي، تمام. بعد كده هابتدي إن أنا أجيب المنطقة دي هالوّنها مثلًا بدرجة الجراي اللي أنا محتاجها، وليكن مثلًا دي أخدتها من نفس الreference. بعد كده هابتدي إن أنا أحط المنطقة التحميل الداخلي اللي هي الدلالة على الrange أو المتسع، هابتدي إن أنا أجيب شكل عادي، شكل أهو، هاخلّيه نفس الارتفاع بتاع اللي جوّه ده، يعني أنا هاشوف اللي جوّه ده 20 يبقى ده بالمثل ارتفاعه 20 بالطريقة دي، هاروح أحط نفس اللون، طبعًا أنت ممكن عادي تخلّيها gradient يعني براحتك. بعد كده هامسك ده Ctrl X أتأكد إن أنا على ده، أعمل Ctrl V أجيبه من أقصى الشمال بالشكل ده. طيب، بعد كده ده ممكن أصلًا تستخدمه في تحميل أو أيًا كان، يعني نفس أصلًا الطريقة، ولكن إحنا عشان عايزين نعمله نفس الجزء اللي بيزيد وينقص ده، هاروح أجيب أداة الفريم تاني، هاخلّي مثلًا 24 في 24 أو ممكن نكتر شوية كده 32 في 32 عشان أعمل الدايرة دي. هاخلّي إن الدايرة دي خلّيها كده rounded بالشكل ده. ممكن كمان أدّيها effect إن هي تاخد مثلًا شوية shadow عشان هنا هو أنا ملاحظ إن في shadow، تعالَ حتى نجيبه على حتّة بيضا كده، ونخلّي إن الshadow x0 y0 نقلل هنا 12 شوية، نعلّي هنا الspread شوية، تمام. بعد كده هابتدي إن أنا أمسك الدايرة دي أحطها جوّه هنا، طبعًا لازم أتأكد إن أنا ماسكها control X أو يعني cut، تمام. بعد كده باجي هنا أعمل لها كنترول في عشان تخش جواه. بعد كده اخليها في المنتصف، بعد كده احركها ايديا على الشيفت عشان تبقى في المنتصف لحد ما يبتدي يعمل لي علامه حمراء كده، معناه ان هو بيقول لي ان ده خلي بالك ده التقاطع، فابتدي انا ايه اسيبها. طب باشمهندس هي مش كده، ده باين ان الدايره من بره، لا هي جوه، بس انت ممكن تيجي هنا وتشيل كلاب كونتنت هتلاقي ان هي ظهرت معاك بالشكل ده. طيب بس هنا الحدية بتاعة التحميل اللي جوه ظهرت، طب دي هتعالجها ازاي؟ طب ما دي سهلة جدا، انت ممكن اصلا تاخد الجزء ده ذات نفسه وتبتدي ان انت تخليه راوندد، يعني ما تتعبش نفسك اهو راوندد. بعد كده بدخله جوه هنا، خليه في المنتصف وارتب اللاير، يعني دي بعمل كده كنترول دال تطلع على الوش، خلاص كده خلص، تمام. وتحطه بقى ايه مع اخواته، طبعا حته النقطه اللي في النص دي سهله يعني مش محتاجين ان احنا ايه نعملها. فبلاقيه ان هو اهو خلاص، سواء ان انت عايزه سلايدر كده او ان انت عايزه ان هو يدل كان هو كانه بروجرس بار، فطبعا سهل جدا وبتتحكم طبعا ايه فيه بكل سهوله. طيب إيه تاني برضه ممكن نبتدي إن إحنا نتكلم عليه؟ تعالوا كده نشوف إحنا خلّصنا إيه، إحنا خلّصنا خلاص الslider، بعد كده فاضل الchips والbadges. تعالوا كده نشوف الchips دي هي عبارة عن إيه. تعالوا نعرف مع بعض يعني إيه الchips. الchips دي هي معناها العناصر المصغّرة اللي باقدر من خلالها إن أنا أختار option أو أكتر من option، أو إن أنا بافلتر بيها أو إن هي بتوضّح data معيّنة. فالمكونات دي بيبتدي إن هي يُطلق عليها الchips أو الtags. طيب تعالوا كده نبتدي مع بعض نعمل example بسيط على الموضوع. يعني مثلًا ممكن آخد الreference ده copy image، بعد كده أفتح مساحة العمل بتاعتي أهي، أحطها جنبي كده بالشكل ده عشان أكون عارف بس أنا هاصمم إيه. بعد كده ممكن أروح أجيب واحد تاني وليكن مثلًا ده، يعني أعتقد هو، بس تعالوا مثلًا نشوف كده الexample المختلفة ولنفترض زي الحاجات دي. فأنا ممكن أقدر إن أنا آخد منها copy وأحطها عندي، بحيث إن لو باعمل مثلًا تغذية بصرية، موضوع التغذية البصرية مهم جدًا، 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 يعني إن أنت
تشوف الحاجة بتتعمل إزاي عشان تحاكيها أو تفهم مصطلح معين. فأنا عايزك، أو الغرض من أي كورس بناخدوه كده مع بعض، إن أنت مش فقط كتكنيكال على قد ما أنت تشوف أنا ممكن أكون بعمل إزاي أو بجيب المعلومة إزاي مرة مع التانية مع التالتة. هتلاقي إن الموضوع ابتدى إن هو يكون أسهل معاك. هحضر كده شوية كلمات شبه الحاجات دي. يعني مثلا ممكن أكون مثلا يو اي element اهي، مثلا التوكنز، الواير فريم، الانيميشن، الى اخره بقى من الحاجات اللي انا ممكن اكون ان انا عايز ان انا اكتبها. جبت شوية كتابات. الكتابة داخليا طبعا ممكن تكون هي صغيرة، هي مش ممكن، هي بالفعل ان هي دي اصلا بتكون زي تاجز كده صغيرة. تمام. بعد كده هبتدي ان انا اغلفها بقى في اوتو لاي اوت زي ما اتفقنا. شيفت اي عملتها في اوتو لاي اوت. تمام. بعد كده ببتدي ان انا اديها الستروك بتاعي اهو، هديها ستروك. هابتدي ان انا اديها درجه من درجات الجراي. طبعا لو انت بتحط درجه من درجات الجراي او ايا كان، تحط الحاجه دي على نفس البيئه اللي هي احتمال تيجي فيها. يعني ضروري ان انت تحط الحاجات دي وراهم كده خلفيه بيضاء عشان عينك تجيب الدرجه بالظبط بتاعت العناصر. بعد كده هبتدي ان انا اخليها راوندد بالشكل ده. خلاص خلصت. بتاكد المسافات بتاعتي 8 بوينت جريد، الدنيا تمام. بعد كده ببتدي ان انا احط اهي اتنين مع بعض، اظبط كده مسافه ما بينهم، الاتنين اوتو لي اوت. التانية دي ممكن تبقى توكنز، ابتدي ان انا دوبليكيت اهو بالشكل ده. ممكن تبقى انيميشن، وطبعا ممكن تبتدي ان انت تعمل لها كرابنج. يعني ممكن تعملها ان هي في منطقة معينة. يعني مثلا تكون ان هي وليكن هيظهروا في حدود المنطقة دي. طبعا انتوا دلوقتي عارفين انا عملت ايه. يعني هو بدل ما كان ان هو هج، خليته ان هو فيكسد بسبب تحريكي للحافة دي. وهقول له ان هو بقى هيراب. يعني مجرد ان انا ازود اي حاجة تانية كنترول دي، هلاقيها ان هي بتنزل تحت. ولكن برضو لازم ابتدي ان أنا اتاكد من المسافات ما بينهم. هنا تمام 16 وهنا 16 زي الفل. بعد كده خلاص ابتدي بقى ان انا ازود الحاجة بتاعتي اهي. مثلا كنترول دي، هنا مثلا يوزابيليتي بالشكل ده. وابتدي ان الحاجه بقى اللي عليها الاختيار هي اللي بخليها ان هي اكتف. يعني اجي هنا ممكن اخلي ان الفل هنا اخليه باللون وليكن الازرق ده اهو. خلي الكتابه داخليا باللون الابيض. وممكن اشيل طبعا من عليها الستروك اللي كان محطوط، فبتظهر قدامي بالطريقه دي. وطبعا ممكن احط علامه صح عند الحاجه اللي حصل فيها اختيار. يعني تعالوا كده نروح ان احنا نستلفوه من الصح اللي موجودة هنا دي اهي. اروح اجيب العلامة دي كنترول سي، وببتدي اجي عند منطقة او مساحة العمل بتاعتي، احضر كده علامة الصح. ابتدي انا بروح اجري اجيب فريم، احدد اقول الفريم ده وليكن هكسر القاعدة، خليها 18 في 18. خليها مثلا هنا تشيك عشان بس تكون ان هي صغيره. تمام. بعد كده هحط ده كده جواها، خليه في السنتر. طبعا هنا ما خليتهوش 24 في 24 لان هنا بكسر القاعده، لان عندي اصلا التشيبس هو اصلا صغير. تمام. بعد كده هبتدي انا اشيل الفيل فبتظهر بالشكل ده. بعد كده باخدها كنترول اكس، باجي عند اللي اتعمل عليه اختيار ده بخليها صح بالطريقه دي. وبشوف بقى اجيبها هي الاول او في الاخر او ايا كان. وهنبتدي برضو ان احنا ناخدوه كنترول سي ونجري على مساحة العمل اللي احنا بننظم عليها الحاجة بتاعتنا، نحط عليها الحاجة بتاعتنا بالشكل ده. ناخد التايتل ده كوبي ونبتدي ان احنا برضو ايه نحطه نفس المسمى هنا كنترول شيفت في عشان تنزل بالشكل ده. تمام. وابتدي برضو ان انا انظم الشغل بتاعي. يبقى احنا دلوقتي خلاص خلصنا التشيبس. ده كده بعد ما ابتديت ان انا كريت الشيبس بتاعتنا بالشكل ده. خدتها كوبي على البورد بتاعتي، وابتديت ان انا برضو انظم الحاجة بتاعتي بالشكل ده. وبعد كده هنبتدي ان احنا برضو نتكلم مع بعض على البادجز. البادجز دي عبارة عن علامة النوتيفيكيشن.
يعني علامة الnotification اللي بتكون إن هي بتوضّح الإشعارات أو message معيّنة، فدي بيبتدي إن هو يطلق عليها الbadges تمام، بتكون مثلًا فوق صورة معيّنة أو حاجة معيّنة، برضه دي بيكون أمرها سهل جدًا ما فيهاش أي حاجة خالص، ولكن برضه تعالوا مع بعض كده نعملها سريعًا مع بعض. أنا بابتدي إن أنا وليكن مثلًا لو عندي صورة معيّنة، صورة مثلًا user أو أيًا كان، وهابتدي إن أنا أحط له كده fill، وهابتدي إن أنا أخلّيها برضه rounded اللي هي تكون دايرة بالشكل ده، وكل اللي عليّا إن أنا باجيب أداة الframe وبابتدي أعمل وليكن icon كده مثلًا 16 في 16 أهي، وليكن مثلًا كده أهي، وبابتدي إن أنا أخلّيها دايرة، وابتدي برضه إن أنا أحط لها fill بالشكل ده، وبابتدي إن أنا أحط مثلًا فيها لو حابب إن أنا أحط مثلًا رقم أو حاجة معيّنة، فباجيب أداة الكتابة باكتب مثلًا 2 كأن عندي 2 إشعار، بعد كده باجي هنا أخلّي الرقم طبعًا يعني إيه أصغر حاجة، يعني كمان أنت ممكن أصلًا بتكسر القاعدة على حسب طبعًا الfont family اللي أنت أصلًا شغال بيه، خلّيها مثلًا 12 نحط كده الرقم. بعد كده باخلّي الرقم ده في الcenter كأن هنا الإشعارات يعني، وأخلّي طبعًا الfill وليكن مثلًا لون من ألوان الحاجات اللي هي مثلًا خاصة بالbrand الأساسية بالشكل ده، واخلّي الرقم ده وليكن مثلًا هو أبيض بالطريقة دي، بعد كده بابتدي أنا أحطه على الطرف بتاع الصورة بتاعتي، يعني تعالوا كده إحنا لو رُحنا إن إحنا نشوفه مع بعض الexample هتلاقوه، تعالوا كده نبتدي إن إحنا نشوفه أصلًا الأماكن، لو جينا مثلًا هنا عند الصورة محطوط فوق تمام، وفي الexample ده محطوط برضه فوق تمام، تعالوا كده نبتدي إن إحنا نحطه بقى إيه فوق كده أهو هنا، وطبعًا كمان ما تقلقش يعني الdeveloper أصلًا هيبتدي إن هو يضبّط لك الحاجات دي كلّها. بعد كده باجي على ده وابتدي إن أنا أشيل الclip content وابتدي طول ما أنا باحرّكه إيديّا برضه على المسطرة عشان ما يبتديش إن هو يطلع من برّه الframe ده، فطول ما أنا باحرّك أنا إيديّا على المسطرة. فبالاقي بالشكل ده إن أنا عملت الbadge، فالbadge باختصار هو معناه الأيقونة أو الدلالة البصرية المصغّرة اللي بتعرض إن هنا في إشعار أو في تنويه لحاجة معيّنة، بيبتدي إن هو يكون فوق الشيء عشان يبتدي إن هو يلفت انتباهك، وبيبتدي يحدد عدد الإشعارات أو إن هو يكون مجرد فقط حتى نقطة بتنوّهك لحاجة معيّنة، فده باختصار ده كده الbadge. تعالَ برضه نبتدي إن إحنا نضبّط الsize بتاع الصورة، هنبتدي إن إحنا هنا الsize بتاع الصورة نخلّيه مثلًا نفترض 40 في 40 بالشكل ده أو 48 في 48 أهو بالشكل ده عشان تتضبط معايا، وبعد كده بادخّل بقى إيه ده كده جوّه أهو، وباتأكد برضه إن هو جوّه الframe ده بإن أنا باحرّكه بالشكل ده، وخلاص كده بيبتدي إن هو يتضبط معايا، هنا أهي منطقة الصورة إن هي 48 في 48 أو 44 في 44 أو 40 في 40 وفوق أهو حطيت الأيقونة بتاعة الbadge. وبكده نكون خلصنا مع بعض الinteractive element أو الinteractive component، أتمنى إن الجزء ده يكون إن هو عجبك، ودي طبعًا كده الحاجات اللي إحنا خلصناها، وأتمنى إن أنت تعمل sheet بنفس الطريقة اللي أنا بانظم بيها الحاجة بتاعتي أو التجارب بتاعتي، بحيث إن إحنا ممكن نستخدمها في حاجة بعد كده، أو تكون هي بمثابة المكان اللي أنت بتذاكر فيه، أو يوم ما تنسى حاجة معينة أو محتاج مكون معين بتبتدي إن أنت تلجأ للشيت دي إن أنت تاخد منها الحاجة بتاعتك. وطبعًا بأكد على أهمية إن أنت قبل ما تبتدي إن أنت تطبّق أو إن أنت تروح تشوف أي جزء تاني، لازم إن أنت تتأكد إن أنت على دراية ببرنامج Figma، وإن أنت تكون مذاكر كويس الauto layout بحيث إن أنت تستفاد أقوى استفادة ممكنة من الأجزاء دي. ونلتقي على خير في جزء تاني.